في احدى الايام كان في قتال اسطوري مشتعل ما بين اقوى اتنين في العالم، واحد منهم كان بيمتلك قوه الدماء الاسطوريه والتاني كان بيمتلك قدره الجري. الواد صاحب قدره الدماء ده بيتعصب على الاخر وبيفعل كل قوته وبيقول له تعالى لي يلا. بيطلع كمان سيف الختم الاسطوري وبيستعد عشان ينهي القتال ده للابد. المكان ساعتها بيدمر بالكامل وبتاع الجليد بيقول لصاحبه ارجع يا صاحبي ارجع وما تخليش قوتك الملعونه دي تسيطر عليك وعلى مهاراتك، ارجع يا صاحبي، لكن لا حياه لمن تنادي. الواد ما بيسمعش اللي بيهجم عليه والتاني بيحاول يتصدى له، المكان بينفجر بالكامل. وساعتها بقى بنشوف صاحب قدره الدماء الملعونه اللي كان مصاب بأضرار بليغه وعلى وشك الموت. بيروح وقتها عند صاحبه التاني وبيقول له كان عندك حق من البدايه يا صاحبي، انا غلطت ودي نتيجه غلطي، الموت المحتوم. بنخرج وقتها من زحمه القتال ده لنجد ذلك الشاب الاسطوري والذي يدعى تيان، كاتب اسطوري من اشهر الكتاب حول العالم. عمله طلع ترند وسمعت جدا في الفتره الاخيره. المشهد اللي شفناه من شويه ده كان مشهد من اخر فصل في الروايه، وتيان كان قاعد وقتها بيتناقش مع تيم العمل بتاعه ومتعصب على الاخر، وده بسبب الانتقادات اللي هم شغالين يلبسها له. بيقول لهم دي قصتي وانا حر فيها، اعمل فيها اللي انا عايزه ما حدش انه يتدخل. وهو بعدين هو مش عمال متصدره نتائج ومشاهداتها وإيراداتها مكسره الساحه، عاوزين ايه مني تاني بقى؟ العيال وقتها بتجيب ورا بيقرروا يسكتوا خالص احسن يرفدوا من شغلهم. بيأمر الوقت سريعا ويحل المساء، واللي كان وقتها تيهان كان شغال يكتب في القصه الجديده ويظبط احداثها ومندمج على الاخر. ولكن فجاه مكالمه تليفون بتجيله في حد بيرن عليه. تيهان بيرد بيقول له الو مين معايا؟ لسه هيكلمه نتفاجأ مره واحده بحدوث تغيير في المكان، الاوضاع اتكركبت فجاه. شخص مجهول كمان بيكلمه بيقول له جهز نفسك يا صاحبي، جه الوقت عشان تغير الاحداث وتدمر العالم. تيهان ما بيكونش فاهم حاجه، لكن هوبا بنتفاجأ بدخوله مره واحده داخل جهاز الكمبيوتر بتاعه وانتقل داخل عالم الروايه. هوبا الكاتب بنفسه دخل عالم القصه بتاعته. يا نهار ابيض، دي شكلها هتقلب مدعكه من البدايه. بنشوف وقتها عالم الروايه البديع والاجواء اللي كانت شبه اجواء الربيع. عمرة البلد في الوقت ده كان واقف وبيتكلم مع الولد ده وبيقول له احنا عاوزين نعمل يافطه كده جميله احلى من بتاعه الواد شوب ده الهرمه ده. هو اللي هو بيكون مين يا صديقي؟ ايوه هو بطلنا تيان. فبطلنا انتقل لجسم الواد شو اللي هو بيكون ابن عمده المدينه. الواد ده وقتها بيقترح اسم يافطه كده على العمده، والعمده الاسم بيعجبه جدا، فبيقول لي تيان غير اليافطه اللي انت عاملها دي على يا ابن الهرمه اللي انا هقول لك عليها. تيان بيقول في نفسه هو مين الراجل ده ومفكر نفسه مين يعني؟ هو ما يعرفش انه بيكلم الشخص اللي كاتب الاحداث دي كلها وعارف كل حاجه ولا ايه؟ بيعدي الوقت وبنشوف الشخصين دول هم جايين على المدينه، وده لانه النهارده هو يوم الاختبار النجمي واللي بيكون كل 5 سنوات، وهو اللي فيه بيختار المرشحين حياتهم الاليفه وبيراودوها عشان تساعدهم في قضاء مهاماتهم اليوميه وما الى ذلك. المهم وقتها كان تيان قاعد في المكان ده وصاحبه الشقاوي اللي بيكون بطل القصه اللي تيان كتبها بالمناسبه بيقول له ازيك يا صاحبي ايه الاخبار؟ النهارده هو يوم الاختبار النجمي، مش عاوزين بقى نخسر في زي السنه اللي فاتت يا صاحبي، احنا نبذل كل جهدنا عشان نقدر نراود الوحوش الخاصه بينا النهارده. بيأمر الوقت بعدها وبيحيم مواد الاختبار، كل واحد وقتها بيروح عشان يختار الحيوان بتاعه، وتيان بيسأل صاحبه عن الحيوان اللي هو هيختاره، فبيقول له اختار الحيوان الروحي الاسطوري. تيهان بيقول في نفسه زي ما توقعت بالظبط، انا كنت عارف انه يروح لاقوى حيوان ويحط نفسه في مأزق وبعدها يروح يختار اضعف حيوان موجود هنا، لكن اللي هو ما يعرفوش ان الحيوان الضعيف اللي هو هيختاره ده بعد مرور الوقت هيبقى هو اقوى حيوان روحي على الاطلاق. بيبدأ بعدها يختاره، وتيان بيروح عند النمر الابيض الاسطوري بيقول هو ده الحيوان اللي انا كنت بدور عليه. بيهبد الواد اللي كان قاعد عنده وبيقول له الحيوان ده بتاعي يالا. الواد بيترعب منه بيجي بره، وتيان بعدها بيجهز نفسه عشان يراوده. بيقدر يراوده بالفعل، والكل كان مصدوم من اللي حصل ده، مستغرب بيه من انه ازاي شخص زيه قدر يراود وحش من المستوى التاني بالسهوله دي. ده انت شكلك كده ناوي تخرب الدنيا يا عم تيان. هو ده الحل لما صاحب الروايه ذات نفسها يدخل جواها. اهم بقى الواد الغلبان شياو، فكان قاعد يا عيني ومش قادر، مش عارف يراود الوحش الاسطوري ذو القدرات الروحيه العاليه. بيقول لنفسه اعمل ايه في الموقف ده؟ اعمل ايه؟ المشرف كمان بيقول العد التنازلي بدا وخلاص، فاضل دقيقه واحده على انتهاء الوقت. اغلب العيال كمان كانوا خلاص انهوا الاختبار وراودوا وحوشهم الاسطوريه، وما عادش فاضل غير شياو وكام واحد كده. شياو التوتر بيبدا يزيد عنده اكتر واكتر، بيقول معقوله افشل المره دي برضو؟ لا انا لازم الاقي حل. بيحتار، ففي الاخر بيقرر يروح يختار اضعف وحش روحي موجود هنا وخلاص. زي ما تيان قال بالظبط. بيروحوا بعدها هما الاثنين يقعدوا في المكان ده، وشياو كان زعلان على الاخر، لكن تيان بيقول له هو ده اللي اتفقنا عليه يا صاحبي؟ هل ده كان اتفقنا؟ مش احنا اتفقنا اننا نكون اقوى 2 في العالم؟ شياو بيقول له معاك حق، لكن للاسف الوحش اللي معايا مش مساعد. تيان بيقول له ايه يعني؟ انت تقدر مع التدريب ترفع من قدراته وتخليه من اقوى الوحوش في العالم. وبالفعل شياو بيتحمس على الاخر، وتيان وقتها بيفصل البدري بيغرس حيوانه الاليف جواها. شياو بيقول له انت ايه اللي انت بتعمله
تعمله ده يا عم؟ انت عبيط عشان تعمل حاجه زي كده؟ ازاي بس تفقس البيضه الروحيه وتحط حيوانك الاليف جواها؟ فتيان وقتها بيضحك وبيرد عليه وبيقول له اخرس يا آلا، انت مش فاهم حاجه، ده الماده اللي بتزود من قوه الحيوانات الاليفه وبترفع من مهاراتها الروحيه. شاو وقتها بيستغرب كده وبيقول ما خلينا نجرب. بيحط الوحش بتاعه بالفعل وبعدها بيروحوا هما الاثنين على المدينه. المشرف على الاختبار بقى كان لسه شرح لهم قواعد الاختبار، لكن وقتها تيان بتوسع منه على الاخر وبيقرر يستعرض مهاراته. بيقول لهم ما يقعد منك لو انت وهو، هل في منافس هنا؟ الكل وقتها بيتعصب من تصرفه ده، بيقرروا يلقنوا درس عمره ما هينساه. بيهجموا كلهم عليه مره واحده، لكن هوبا تيان بحركه واحده بيستخدم النمر الابيض الاسطوري وبيملى المكان بالغبار. بعدها بيختفي مره واحده بيظهر وراهم واللي بيحصلوا بيكسروا. بيفضل يكسر في عظمهم واحد ورا الثاني لحد ما في الاخر بيقدر يخلص عليهم كلهم الا صاحبه شياو اللي كان واقف مذهول من مهارات صاحبه الاسطوريه. تيان بعدها بقى بيودع صاحبه وبيصعد على متن السفينه عشان يروح للاختبار اللي بعده يكتسب كل المهارات. شياو بقى كان واقف والتالت وبيودعه وبيقول له استناني يا صاحبي انا هحصلك قريب. لكن تيان ما كانتش فارقه معاه وبيقول في نفسه انت ما عدتش فارق معايا يا صاحبي، وده لاني اسلك اسهل الطرق اللي توصلني اني اكون اقوى شخص في العالم. دي شكلها كده تقلب حلاوه من دلوقتي. تيان بعدها بقى بيفضل يتمشى في السفينه لحد ما بيوصل عند شويه العيال دول. هو المفروض يعني وعلى حسب احداث الروايه اللي هو كتبها فالواد اللي هو اتشكل عليه كنت تابع لشويه العيال دول، لكن تيان طبعا ما كانش عاوز يحصل حاجه شكل كده، فبيعدي جنبه الا كانه يعرف اي حاجه. لكن الظاهر كده ان الولد ده بيخطط لحاجه ومش ناوي على خير ابدا يا صديقي. تيان بعدها بيبدا يدعبس ويروح ويجي في السفينه وده عشان يسلك اسهل الطرق للوصول للمستويات الجديده. فهو اللي كاتب الروايه بالفعل وعارف كل حاجه هي بتعمل ايه وما بتعملش ايه. لكن النمر الابيض بتاع بقى واللي بالمناسبه بيكون اسمه تايجر بيهرب منه وبيقول له نهارك ابيض بقى، انت عاوز نسلك اصعب الطرق عشان خاطر تطور من مستوايا بدري وانا اتفشخ بقى؟ انا مش حامل المستويات الصعبه دي يا عم انت. وبيسلك اسهل المستويات بالفعل. تيان ما بيقدرش يتكلم معاه وبياخده وبيفضلوا يتمشوا في السفينه شويه. وهو ماشي بينادى فجاه بشعره كبر مره واحده وحلو بقى متلون باللون الارجواني. ده ايه اللي حصل ده؟ وهو بيتضح انه ده حصل لما تايجر قدر يطور نفسه ويوصل للمستوى الثالث. فمن خصائص المستوى الثالث زياده القوه ورفع المهارات وكمان نمو الشعر. شكله كده في حاجات كتير احنا لسه مش عارفينها. المهم وقتها بتطلع عليه البنت دي وبتكون لسه تساله عن مكان تجمع المشاركين. بتتفاجئ مره واحده بشكله بتعجب بيه ولسانها بيعجز زي انت بحرف. يا عم تيان يا فاجر اللي ما فيش منك اتنين، دي شكلها هتلعب معاك يا صاحبي. لكن تيان كان واقف ومش فاهم اي حاجه. بقول لها مالك يا بنت انت بتبص لي كده ليه؟ البنت ساعتها بتتحرج منه وبتسيبه وتمشي. لكن باو بمجرد ما بيبص على نفسه في مرايه الشباك بيتفاجئ بشعره الارجواني اللي طلع وبقى اجمل من الحرير. فبيعرف وقتها ان دي اثر وصول تايجر للمستوى الثالث. بيبدا بعدها يفكر ويحاول يفتكر المكان اللي هو حاطط في البلوره السحريه. بيقول انا حاططها فين انا فاكر ان حاططها في احدى الاماكن في احدى الغرف على متن السفينه. انا لازم اقدر احصل عليها في اسرع وقت ممكن، وده لاني لو حصلت عليها فانا اقدر ارفع من مستوى تايجر من المستوى الثالث للرابع مره واحده. يا ابن اللعيبه اهو ده حل الواحد لما يدخل في عالم الروايه اللي هو كتبها بدماغه. بيفضل يدور وقتها ويحاول يفتكر لحد ما واخيرا بيقدر يعرف مكانها. وهو لسه بقى ياخدها بيلاحظ الواد ابن الهربه اللي كان المفروض يكون هو واحد من اتباعه شغال يستفز ويبتز في البنت اللي هي كانت معجبه بيه من شويه. فتيان وقتها بقى بيتعصب على الاخر وبيقرر يوريهم درس عمرهم ما هينسوه. بينادي على القائد بتاعهم وبيقول له طفح الكلب منك يالا، ده انا سكت لك ده كله ومش عاوز افتح بقي معاه، بس شكلك كده مصر تجرب اذيتي ليك. الواد ساعتها بيتعصب جامد وبيقول له انت عبيط يالا ولا ايه؟ انت ازاي جالك الجرأه تتكلم معاه بالاسلوب ده؟ جنوده كمان بيسخنوا عليه ولو بيشتعل من كتر الغضب بينطلق عليه بسرعه اللي كتب فيها قوه الضبابه وبيملى المكان كله بالغبار. صفارات الانذار وقتها بدات تشتغل، الدنيا شعللت من كل مكان. ساعتها الاثنين المشرفين على الاختبار بيقولوا شكله كده المشاركين في الاختبار السنه دي مختلفين عن اي سنه. هي في اللحظه دي بيملى المكان بالكامل بالضباب الرهيب وبيفضل يوقع في الشباب واحد ورا تاني. اللي بيقرب منه بيوديه عن تهاني، محدش كان قادر يقرب منه يا هاني. القائد بتاعهم ساعتها بيتعصب على الاخر، هو بيفعل كل قوته بيتحول في ثانيه لوحش اسطوري بيحاول انه يهجم على تيان لكنه ما كانش شايفه اصلا من اساسه. لكن باو على العكس تماما، فكان تيان شايفه من كل مكان وشغال يوجه له ضربات يمين وشمال ومش رحمه نهائي. بيقدر يخلص عليه بالفعل ويطيره بعيد، وبعدها بيوقف وقفه الاسد الشامخ وبيقول لا انا هو تيان شاو مينج بكره المتنمرين وبحاربهم بكل قوتي. العيال كلها وقتها بقى بتتاسف له والواد كان واقف في قمه الانشكاح. تايجر هو كمان كان واقف جنبه وبياكل حبه الروح الخضراء اللي كان تيان بيدور عليها، فهو كان راح للمكان بتاعها بالفعل وقدر انه يحصل عليها. فقلة قوي كده
ولا يا سيدي المعلمين. لكن وقتها بينما واقف في امان الله والدنيا معاه جميله، بتظهر له فجاه احدى المشرفات وبتقول له هنيئا يا حبيبي، هنيئا على القلبان اللي انت لسه عامله ده، فرحان انت كده صح؟ لكن احب اقول لك جهز نفسك يالا عشان انا مش هسيبك في حالك، لا هو ده لانك وبسبب حركتك الشهمه الجميله البطوليه اللي انت لسه عاملها دي المكان كله اتحطم بالكامل، وحركه زي دي انا مش هعديها لك يا حبيبي. ايه جاهز لموتك يالا؟ تيهان وقتها بيفكر مع نفسه كده وبيقول احمس ده البنت دي قدراتها جباره، حماره مهاراتها محتاجه عشان اواجهها صناره، انا لازم اشوف اي حل تاني اسلم من ده بسرعه. بيبدا يتكلم معاها بيقول لها على فكره يعني انتوا اللجنه بتاعتكم هنا ظالمه جدا، ده انا انسان مسالم ضميري صاحي، ما بقدرش استحمل اشوف المتنمرين بيرخموا على الناس الغلبه واقف ساكت. ساعتها المشرفه بتقول له انا مال انا يعني انا مش هرحمك على اللي انت عملته. بيقول له هو الواد اللي كان بيرخم على المشاركين، ايه هتخلوا تعدي معاك كده مرور الكرام؟ انتوا شكلكم كده منظومه ظالمه وانا مش هرضى على نفسي بحاجه شكل كده، وهو بيسيبهم ويمشي. ايه يا نهار ابيض، ده الواد نط من فوق السفينه الطائره يا جدعان. الكل وقتها بيبدا يزعق بعلو صوته بيقولوا له انت معاك حق، انتوا منظومه ظالمه مش بتقفوا مع الحق وبتنصروا الناس الغلابه. المشرفه في الوقت ده بتبتسم ابتسامه خفيفه كده وبتقول ايه الواد ده مثير للاهتمام جدا. وهو في نفس الوقت ده في احدى الجزر الموجوده في العالم ده كانت تلك الفتاه الشعر الاخضر واقفه وبتدعي ربنا ان يحقق لها كل امنياتها، وهوب بتتفاجئ هي والبنات اللي معاها بنزول شهابين عليهم من السماء، فبيفضلوا يكملوا دعاء ويدعوا اكتر واكتر. لكن بقى هم ما يعرفوش ان البتاعتين اللي هم فاكرينهم شهاب دول اصلا ما كانوش شهاب ولا حاجه، بل هم كلهم من تيهان وتايجر. ايه يا نهار ابيض، المكان اللي واقف فيه كان هو الجزيره دي شكلها تحلو يا معلم. وفي الوقت ده كان جميع سكان اهل الجزيره شغالين بيقضوا مراسم العزل القائد بتاعهم اللي كان لسه متوفي من شويه. ايوه القائد بالفعل مات، وده بعد ما جاته سكته قلبيه. لكن وفي وسطهم الكل زعلان وحزين على فراق قائدهم، بيظهر الراجل ده من وسطهم وبيقول لهم رحبوا معايا بزعامكم الجديد السيد موت شيهين واللي هو انا يعني. العيال ساعتها بتنصرم وبتقول له طب يا اخي استنى لما مراسم العزل تخلص. حتى بيرفضوا يعينوا قائد ليهم وبيقولوا له انت مش مؤهل انك تكون قائدنا اصلا من الاساس، وده لانك لسه ما قدرتش تراود النسر الاسطوري رمز الزعامه. لكن موتشين بيقول لهم بس كده؟ طيب قابلوا احلى نسر اسطوري هتشوفوه في حياتكم بقى. ايه يا نهار ابيض، ده قدر بالفعل انه يراود النسر الاسطوري الخاص بزعامه القريه. العيال كانوا واقفين ومش مصدقين نفسهم، وهوبا ايه المكان كله بيغمم وبيقلب ضباب فجاه. الله ده ايه اللي بيحصل ده؟ نعم ايها الساده الكرام، انه الفتى الاسطوره الذي تحدثنا عنه في كل مكان تيهان ده شكله كده اللعبه يبتدي من دلوقتي يا معلم. بيدخل وقتها على الجنود بكل شماتة وبيوقف وقفة الأسد المنتصر، والعيال وقتها بتنصدم لما بتعرف إنه أصلع زيهم، فبيقرروا ساعتها إنهم يضموه ليهم. وده لأن تيان في روايته كان محبب العصابة دول في كل من هو أصلع، يعني بالظبط اللي زي حالاته كده. لكن ساعتها بقى الواد اللي كان عامل فيها القائد عليهم بيتعصب على الآخر وبيتحدى تيان في نزال ما بينهم راجل لراجل. لكن هو أنت لسه هتتكلم يالا؟ اتهم بقى بعيد يا حبيبي. أيوه تيان بالفعل قدر إنه يخلص عليه بكل سهولة ويعمله كمان على العشاء. العيال بقى كانوا قاعدين بتيان وشغالين ياكلوا ولا على بالهم، بيقولوا يلا عادي مش مشكله، او اللي راح كان ابن هرمه ما حدش كده كان بيطيقه، بس دلوقتي مين بقى اللي هيكون الزعيم الجديد بتاعنا؟ ساعتها الواد ده بيشغل دماغه بيقول لهم زعيمنا الجديد نخليه هو نفسه الشخص اللي قدر يهزم الزعيم بتاعنا بسهوله. ايوه هو انت تيان. لكن تيان وقتها حس ان الواد ده بيدبر له مكيده، فبيدي له واحده برجله بالطياره بعيد. بيقول لهم الواد ده بعد كده عينوه ينظف الحمامات ومش عاوز اشوفه بيعمل حاجه غير كده. الشباب وقتها بيترعبوا منه بيقرروا يعينوا قائد عليهم بالفعل. تيان ساعتها بيقرر انه يطور من عصابه الصلع ويحسن شكلهم وصورتهم قدام الناس، وهو بيقول لهم كمان ان احنا نخترع حبايه الروح الاسطوريه واللي من خلالها هنقدر نطور ونكبر من شعرنا. الشباب بدا انهم يتحمسوا على الاخر، وكمان الكل بعد ما كان مضطهدهم بقى بيعملهم باحترام والدنيا بقت 100 فل و10. تيان في الوقت ده كان واقف فوق الشجره دي وبيتابع احدى الفتيات اللي شكله كده اعجب بيها وبشكلها. بيقول لنفسه البنت دي جامده جدا، طيب ادخل عليها ازاي يا ربي ولا اعمل ايه بالظبط؟ بيكون بقى لسه بيفكر في الدخله، لكنه فجاه بنتفاجئ بطاقه غريبه ظهرت في المكان دمرتهم مره واحده. تيان بسرعه بيقدر يتفاداها في اخر لحظه وبيقول لا ايه يا نهار ابيض، ده ايه بنت المجنونه دي؟ ده لولا ان سريع وعني سرعه بديهه كان زماني دلوقتي راح في خبر كان. هو بنعرف وقتها ان ده كله بسبب خروج قوه البنت عن السيطره، مما ادى ذلك الى تدمير المكان بالكامل. ساعتها بقى تيان بيقول دي فرصتي، هو بحركه اسطوريه خرافيه بيدخل عليها بيقول لها عامله ايه يا عسل؟ بقول له تمام. بيفضل بقى يستعرض في شعره وحركاته وحبشتكناته على امل يجذب انتباهها، لكن انا ما بكونش مركزه معاه اصلا، وده لان كل تفكيرها كان
رايح لمين؟ ايوه لتايجر النمر سيد المعلمين يا صديقي. تيان وقتها بينجلط على الاخر، هو بيحاول يجذب انتباه باي حاجه، وهوب شعره بيقع مره واحده بالكامل، والواد كان واقف في نص هدومه يا عيني. لكن العجيب بقى ان البنت ما كانش عندها مشكله مع الشباب الصلع، بل وانها بتحبهم كمان. يا بختك يا تيان يا ابن المحظوظه. بعدها بقى بتعدي الايام وتيان بيبدا انه يلم شتات عصابه الصلع ويحسن من سلوكياتهم كمان. اهل القريه اللي كانوا دايما على عداوه مع الصلع كمان ما بقاش عندهم اي مشكله معاهم، والدنيا كانت اخر حلاوه. لكن تيان ما كانش مطمن للوضع ده، بيقول رغم ان الدنيا ماشيه بسلاسه وكله تمام الا اني حاسس ان في حاجه غريبه هتحصل قريب. الله يخرب بيتك يا عم تيان، متبشر على ايه بس؟ وهو في نفس الوقت ده في القريه اللي على الجزيره كان وصل على المكان بالفعل اعضاء منظمه الصقور، هو اللي كانوا في الوقت ده واقفين وبيسالوا القرويين عن مكان عصابه الصلع او اي طرف خط يوصلهم ليهم. سو في الوقت ده بقى بتوصل على المكان، فالعيال بيمسكوا فيها وبيسالوها عن مكان العصابه دي فين بالظبط. سو وقتها عرفت ان الجماعه دول مش ناويين على خير نهائي، شكلهم كده ناويين يدمروا عصابه الصلع بالكامل. فالظاهر كده ان في حد من القريه بلغ عليهم انهم بيفتعلوا المشاكل وما الى ذلك، وعشان كده المجلس بعت لهم فرسان الصقور عشان يقتلوهم ويخلصوا عليهم بالكامل. وهو مش كده وبس، لا ده عارفين مين اللي كان معاهم يا جماعه؟ ده شيا بطل الروايه دي وصديق تيهان الصاروخ، هو اللي كان وقتها مش فاهم حاجه ومحتار في الطريق اللي هو هيمشي فيه، فهو نفسه بالفعل يطور من قوته لكنه ما كانش عارف الطريق اللي هيسلكه ايه بالظبط، وهو عشان كده انضم فرسان الصخور يمكن يطور من قوته ولا حاجه. وهو في ذلك الوقت كان تيان قاعد في القلعه بتاعته اللي بناها، وقدر بالفعل انه يخرج حبايه الطاقه اللي هتوصله للمستوى الرابع. بياخدها وبيطلع يقف في البلكونه بره وهو بيقول لا انا همشي ورا اي حاجه تزود قوتي زي ما قال الكتاب، وافضل ارفع من مهاراتي وقوتي واحده واحده لحد ما في الاخر اقدر امتلك القوه الكامله واكون اقوى شخص في العالم. وساعتها بقى انا اصعد واروح اتجاه البرج السماوي واقدر ان اخرج من العالم بتاع الروايه اللي انا فيه ده. يا ترى هل هتقدر تعملها يا حاج تيان؟ المهم وفي نفس الوقت ده كانت سو بتجري باقصى سرعتها وبتقول انا لازم ابلغ تيان بالهجوم اللي هم ناويين يشنوا عليهم في اسرع وقت ممكن، لازم ابلغهم بسرعه، لازم ابلغهم. بتوصل بالفعل المكان العصابه، لكن هوبا هجمه قاتله بتعدي من جنبها بتفجر المكان بالكامل. بعدها المكان كله بيبدا يشتعل مره واحده والدنيا شعللت فجاه. ايوه فرسان الصخور وصلوا يا جدعان. ايه يا نهار ابيض، دي شكلها تقلب ملعكه. الشباب تبع عصابه الصلع وقتها بيقرروا انهم يهجموا عليهم بكل الطرق الممكنه، لكن فرسان الصخور كانوا حرفيا اقوى منهم بمراحل، بيقدروا انهم يخلصوا عليهم بكل سهوله. لا ودول كمان بيربطوهم عشان خاطر يقدروا انهم يستفزوا تيان ويخرجوه من بره القلعه اللي كان فيها. دول كمان بيربطوا في نص القريه وبيقولوا لتيان اخرج يلا يا ابن الهرمه من جوه، اخرج يلا والا هنقتل اهل القريه كلهم ونحرقهم بالكامل. لكن بقى تيان في الوقت ده كان قاعد مروق دماغه على الاخر وبياكل الحبايه الخرافيه اللي ترفع من مستواه وقدراته. لكن فجاه الواد بيحس بصوت ضجيج فبيروح ناحيه البلكونه عشان يشوف هو فيه ايه. بيبص من الشباك وعينك ما تشوف الا النور، بيلاقي اهل عشيرته كلهم مقيدين والدنيا خربانه على الاخر. فلو بينصرم كده وبيقول في نفسه اعمل ايه يا رب في الموقف ده؟ اعمل ايه؟ تايجر لسه قدامه وقت عقبال مفهوم مفعول الحبايه وانا مش هعرف اواجهه من غيره. لكن وقتها فرسان ولاد الهرمه بيفضلوا انهم يضغطوا عليه ويهددوا بقتل سو لو ما خرجش دلوقتي حالا. تيان وقتها بيتعصب على الاخر وبيقول ما بديهاش بقى، انا مش خايل للدرجه دي عشان اسيب اصحابي والناس اللي وثقت فيا كلهم بيعانوا بره كده وانا اقف هنا شكل خبيتها. بينزل عليهم وقتها بيفعل قوته. احلى دخول ده ولا ايه؟ ايوه تيان بالفعل قرر يوريهم هو مين بحقه حقيقي. ايه يا نهار ابيض، ده شكله كده مش ناوي على خير نهائي. ايه الجنود الصلع وقتها انبسطوا لما شافوا قائدهم. تيان في لحظه دي قرر يعرف الكلاب دول هم مين. بيهجم عليه كل قوتهم لكنهم بيتفادوا واحد ورا الثاني بكل سهوله، واحد منهم بيستخدم مهاره السيف وبيحاول يهجم عليه لكن تيان في ثانيه بيفاديه. ساعتها التاني رب بيتعصب جامد وبيقول لهم سيبوا لي الواد ده. بيطلع الصقر النار العملاق وبيستعد للهجوم عليه وتيان في مازق بيقول انا مش هقدر اتفادى الهجوم ده من غير تايجر، ارجوك فوق يا تايجر. تايجر كان وقتها في غيبوبه ومش معانا في الدنيا اصلا. وساعتها بقى تيان بيعمل حركه ذكيه جدا، بيستخدم سرعته وبيفضل يجري يمين وشمال في كل مكان وشغال يفعل فيهم. العيال بيحاولوا انهم يهجموا عليه واحد واحد لكن مفيش فايده. في اللحظه دي بقى احدى الشباب بيزعق لشياو بيقول له ما تسترجل لا تدخل تساعد صحابك باي حاجه، انت مش شايفهم واقفين بيعانوا كده وانت واقف شكل خيبتها. تيان في الوقت ده كان شغال يفرق في الكل ويهوش فيهم بسرعته الجباره، وهو ساعتها بقى شياو بيفتكر كلام صديقه الصاروخ تشو، فهو اصلا ما يعرفش ان اللي واقف قدامه ده هو نفسه تيان اللي هو في عالم الروايه بيكون تشو. وهو ده لانه زي ما انتم عارفين فتيان طار من مستوى قدراته وشعره كبر بقى باللون الارجواني، وهو ده اللي خلى شياو
شاو ما يقدرش يتعرف عليه دلوقتي. المهم بيفتكر كلامه لما هو كان مش قادر يواكب سرعته في يوم من الايام. اتش وقتها قال له ركز صرفك الطاقه والمنى كلها في عقلك وخليه هو اللي يحدد، وهو ساعتها انت هتقدر تحدد سرعه اي شخص بسهوله. وهو فعلا شوف الوقت اللي بينفذ الكلام اللي تشو قاله له، وهو بيقدر بالفعل يدي الاتنين حته ضربه صاروخيه جابت اجله. يا نهار اسود، بقى انت يا حمار رايح تنفذ الكلام على الشخص اللي قال لك الكلام، ولكن نعمل ايه بقى معذور، ما هو مش عارف. المتضرر الوحيد هو تيان اللي اتفشخ من الضربه، وبعدها كمان الواد بتاع نيران بيكمل عليه. الغبار بيملى المكان بالكامل، ودلوقتي مصير تيان بقى مجهول. هل يا ترى تم القضاء عليه؟ سو كانت قاعده يا عيني ومنهاره. احدى الجنود وقتها بيسال القائد بتاع نيران نعمل ايه في بقيه القراوين، فبيقول لهم احرقوهم كلهم. ايه يا ابن المكاره، طيب هم عملوا لك ايه بس؟ ولكن الظاهر كده ان في حاجه احنا مش فاهمينها. العيال وقتها بيستعدوا عشان يحرقوا القراوين، لكن استنوا، ايه انتم مفكرين ان الاسطوره المتستره كانت انتهت؟ ابدا، تيان بيطلع من قلب الغبار وهو مندمج مع النمر المغوار. اوبا رتاجر وصل، واللي قدامك حصل واللي فات كوم، واللي جاي هيكون بالعوم. العيال وقتها بيجهزوا نفسهم بيهجموا عليه واحد ورا التاني، لكن انتوا بتعملوا ايه بس؟ الكلام ده ما عادش بيأثر فيه خلاص حبايبي. الخاب بتاعه كمان وقتها بيكرر يهجم عليه، لكن تيان بيدي الواحده هوب في الثانيه واحلى مس عليه. تيان ما بيهزرش يا حبيبي، بيروح بعدها عليه وبيفضل يدوس عليه برجليه. العيال وقتها عارف ان قائده منهزم، فبيحاول يوصلوا لحل مسالم مع تيان يرضي الطرفين، لكن تيان بيقول لهم مش عاوز، واعلى ما في خيلكم اركبوه. ايه يا ابني خاف فخامه بقى. ساعتها بقى الشاو مع صاحبه ياوا بيقرروا يهجموا عليه هما الاثنين ويعرفوه مقامه. شاو بسرعه بيستخدم قوه حيوانه الروحي وبينطلق عليه، وتيان بيقول قوته هتكون كبيره رغم ضعف المستوى بتاعه ده اكيد، وده لانه بيكون هو بطل الروايه اللي انا كاتبها من الاساس، لكن برضه انا الكاتب يا حبيبي. هو بوم بيديله ضربه بالطياره لبعيد. هي وقتها بيستغل انشغاله مع الشاو وبيهجم عليه، لكن تيان بسرعه بيتفادى وبيقدر يتلافاه. بعدها بيديله ضربه بالطياره وبعيد وحيوانه الروحي معاه. ايه يا ابن اللعيبه جمدان يا مان. العيال وقتها عرفت انهم مش ند ليه، لسه بيبصوا قدامهم بيتفقوا بقادم واخد سكر هنا وهربان من المكان. يا ابن الوسخه بقى بتتخلى عن اصدقائك مقابل حياتك يا فاجر، انا اصلا كنت شاكك فيك من البدايه. ساعتها تيم بيقرر يروح وراه، والواد وقتها بيقول انا لازم اهرب بسرعه، انا هستغل البنت اللي معايا دي كرهينه لحد ما اهرب من الجزيره وبعدها اقتلها. بيفضل مكمل في طريقه وماشي، لكن وقتها بيلاحظ احد الجنود السرعه شغال يجري ومرعوب على الاخر، فعلى طول بينزل عليه وبيزنقه عند الشجره وبيقول له اهلا يا حاج موفان، بقى انت تعمل فيا كده؟ بقى عيانك جاسوس وسط العصابه عشان تبلغني اخر الاخبار، وانت طلعت بتخدعني؟ لما الواد اللي اسمه تيان ده جه على هنا ما بلغتنيش ليه؟ الواد لسه بيقول والله كنت لسه اقول لك بس ما كنتش عارف، ولا ابن الهرمه مخلصها عليه في ثواني. هو ساعتها بقى بيجي 2 من جنوده، وللاسف بيكونوا سمعوا كل حاجه، بيقولوا له يعني انت كنت بتخدعنا طول الوقت ده ومفهمنا انك معانا، انت ليه عملت كده؟ الواد بيقول لهم وانتوا عرفتوا، طب جهزوا للموت بقى. بيعدي الوقت وسوقتها تفتح عينيها بتنصرم من المشهد اللي قدامها دي، بتلاقي ماسك الاثنين اللي من جنوده ومخلص عليهم كلهم بلا رحمه. ومش كده وبس، لا ده كمان بيرجع عليها وبيقول لها اجهزي يا حلوه بقى الموتك انت كمان، ولسه يعمل اي حاجه ولا اللي جاي على المكان في اخر لحظه. نعم انه تيان. بيقول له بقى انت اللي يطلع من وراك كل ده، انا عرفت كل حاجه. الواد بيقول له ارجع لها والا هقتلها، لكن تيان بيقول له ما عادتش فارقه اي حاجه، كل اللي فارق معايا حاليا هو اني اقتلك واخلص عليه. الواد بيترعب منه وبيتردد وبيقول له هقتلها ارجع. وهو ده اللي كان عايزه تيان، اصلا كان بيعمل ده كله عشان خاطر يخوفه ويقدر ينقصه منه ويخلص عليه. بيقرب منه اكتر واكتر والواد متردد، وفي لحظه ولا حين غير تيان بيقرر يهجم، لكن الواد بيقدر يتصدى ليه، وتيان بيوقف هجومه في اخر لحظه، بيوقف هجومه عشان خاطر حركه كمان وكانت سوء تروح منه. ايه يا نهار ابيض، دلوقتي بان للولا كل حاجه، عارف ان البنت فرقه معاه بالفعل، بيضحك بكل خباثه وبيقول له كنت عارف انها فرقه معاه، قرب خطوه واحده بس لقدام وساعتها انا اقتلها. تيان بيفضل بيرجع لورا ابن الهرمه، بيفضل ينهال عليه بالضربات من كل مكان. تيان يا عيني كان بيعاني، مش قادر مش عارف يعمل اي حاجه، مستحمل ده كله عشان خاطر البنت اللي هو حبها بجد واللي كانت وقتها واقفه منهارة هي كمان وبتقول له انت مالكش دعوه بيا يا تيان، ارجوك اقتله وانسى امري. لكن تيان عمره ما يسيبك، لا وقتها بتتاثر جامد وبتجهش بالبكاء،
وبتقول يا ريتني كنت اقوى من كده، يا ريتني كنت اقوى من كده عشان اساعده. وهوب قوتها بتشتغل مره واحده في المكان ورب ينصرم وتيام بيتحمس. هي دي قوه سول خارقه يا جماعه، اتفعلت اخيرا. ساعتها تيام بيستغل اللحظه دي وبينطلق بسرعه بكامل قوته عليه وبيقدر بالفعل يخلص عليه. واخيرا لكم هرمنا من اجل هذه اللحظه. بقيه الفرقه وقتها بيجوا بيعرفوا باللي حصل، وشياو بيعتذر لتيان عما بدر منه. بيقولوا له احنا ما كناش نعرف ان هو كده، احنا بنعتذر ليك بجد يا زعيم. تيام بيقول لهم تمام وبيسيبهم يمشي، والاوضاع بترجع طبيعي تاني. لكن شياو وقتها بيقف مكانه وكان متعصب على الاخر. بيقول انا ايه اللي انا عملته ده؟ انا ازاي اتخدع بالسهوله دي؟ لو كان صاحبي شو واقف معايا هنا في المكان ده دلوقتي كان زمانه بيسخر مني على السذاجه اللي انا فيها دي. غلبان الواد شياو ده والله يا جدعان، ما يعرفش ان تيان هو تشو اصلا. المهم العيال بيمشوا بعدها، وبعد مرور بضعه ساعات بنشوف الشخص المجهول ده واقف عند قبر القائد وبيقول لا انت خيلت ظني فيك، لا انا ما كنتش متوقع انك هتكون بالضعف ده، لكن على العموم انا هديك فرصه تانية. هو بيحط عليه سهل غريب كده بيزود من قوته والواد بيتحول لوحش احمر. هوبا يا ترى مين هو الواد ده بالظبط وايه خطته؟ واضح كده ان هو بيكون احد مشرفين السفينه، فيا ترى ايه هو هدفه بالظبط؟ وهو في اليوم التالي بيوصل الخبر لمرشدة السفينة باللي تيان عمله دلوقتي بقى مطلوب القبض عليه للعدالة. فهو بالفعل قتل واحد من الشباب ودي تعتبر جريمة. المهم في نفس الوقت ده في المدينة كان الجنود دول واقفين وبيدوروا على تيان في كل حتة. بنشوف هو داش اللي البنات متجمعة كده على احد الشباب واللي هو بيكون مين؟ ايوه هو تيان بشحم ولحم يا صديقي. كان بقى متنكر ومغير تسريحة شعره وده عشان ما حدش يقدر يكتشفه من الجنود اللي موجودين في المدينة. فهو بالفعل عرف بكل حاجة وادرك خلاص انه مطلوب القبض عليه. بيقعد بعدها في المطعم ده عشان ياكل، وساعتها نادل بيقول له انت جاي هنا عشان البطوله اللي هتقام كمان شويه ولا ايه؟ تيهان بيستغرب بيقول له بطولتي يا عم الحاج ما اعرفش حاجه. الراجل وقتها بيبدا يشرح له بيقول له ان البطوله دي معموله من الحاكم عشان خاطر يجوز بنته، فهو عامل برات اختبارات رهيبه وصعبه واللي بيقدر يعدي منها فهو ده بالفعل الشاب المناسب اللي يستحق انه يتجوز بنت الحاكم. تيهان وقتها عجبه الكلام وبيقول في نفسه بما ان كده بقت مطلوب للعداله فانا هشارك في الاختبارات دي عادي اكني مواطن عادي، وساعتها الانظار كلها تختفي من عليا. ومين عالم ممكن كمان الحكم ده يطلع راجل محترم ويديني عفو راسي بعد ما اشرح له اللي حصل معايا. وهو بالفعل بيروح لمكان الاختبار ولاقي عدد كبير جدا من الشباب مشارك في الاختبار ده. بقى ده كله عاوز يتجوز بنت الحاكم. تيهان طبعا ما بيعجبوش الوضع وبيفضل يقول لهم على افكار مضلله عشان يلهيهم، زي مثلا انه يقنعهم يطيروا وبعدها هم بيقعوا في الميه بسبب قوه الهواء، او يعدوا الجنب التاني من خلال الميه ووقتها الاسماك المتوحشه بتهجم عليهم، او يتسلقوا الجبال ووقتها الصخره بتقع عليهم وبتاخدهم معاها. والعيال اتخانقت حرفيا. عرفوا ساعتها ان تيان بيخدعهم فبيتفقوا مع بعض كلهم وقتها وبيقرروا انهم يخلصوا عليه. لكن على مهلك انت وهو انت فاكر ان سو هتسيبك؟ دي بتفعل كل قوتها بتعمل حاجز من الجبال يا حبيبي، لكن ومع الاسف الحاجز ده ما بيكونش قوي كفايه وبيتفكك بسهوله. ساعتها بقى تايجر بيهجم عليهم هو كمان وبيملى المكان بالغبار، وهو من بعدها وحش الغابه بيهاجمهم بزراعه الصبار العملاقه اللي بتفضل تشكشك فيهم. دمروهم بالمعنى الحرفي. هو بالمناسبه وحش الغابه ده بيكون البنت الصغيره دي والتي ترعى سهى، بنت صغيره غلبانه صحيت لقيت نفسها وحش الغابه. المهم هي كبرت وهي مش لاقي حد يعتني بها قوي راعيها، وفضلت طول حياتها واحده لحد ما في يوم من الايام ظهرت لها سو اللي كانت تعتبر بمثابه الام والاب والاخت الحنونه بالنسبه لها. ومن ساعتها بقى والاثنين دول بقوا مش بيفرقوا بعض ابدا. وبما ان سو دلوقتي ماشيه مع تيان في رحله نحو القوه بالفعل فسو كمان كانت ماشيه معاهم. المهم الكلام ده مش بيحاول مع العيال وبيرجعوا يقوموا تاني، بيتعصبوا على اخر وقتها بيقرروا يخلصوا على تيان بقى المره دي. بس استنى انت فاكر انها تكون كده بالسهل يا حبيبي؟ بنتفق ساعتها مره واحده بزور دب عملاق بيهجم عليهم والقلب بتخاف وبتطلع تجري. بس لا مش تيان اللي عمل كده المره دي، ده بيطلع ان اللي عمل كده هو الواد ابو شعر اصفر ده واللي بالمناسبه بيكون اسمه يوتا. وهو بيظهر كمان على الجانب الثاني شاب لابس نظاره وشعره اخضر والذي يدعى اللايت. هؤلاء الثلاثه هم اقوى من في المكان وعشان كده بيقرروا انهم يتبارزوا. بيفضلوا يهجموا على بعض الوقت طويل لكن مفيش فايده، مفيش حد فيهم قادر ينتصر على الثاني. في الوقت ده بقى بيكون الواد ده واللي اسمه ريو واقف مع سو بيحاول يرتب الدنيا معاها، بيقول لها يلا بدنا نمشي احنا من هنا ومالناش دعوه بيهم يا ست الكل، لكنها بتقول له اقعد يا هلا انت مين اصلا. المهم بيظل الوضع على ما هو عليه بعد من الوقت لحد ما في الاخر الشباب بيقرروا انهم ينهوا القتال ده. بيروحوا يقعدوا في المكان ده بعدها، وساعه العيال اللي هم خدعوهم بيوصلوا عليهم بيشوفوا قاعدين في المكان ده ومش عايزين يتقدموا، فالعيال بيخافوا. ما طبيعي اي انسان عاقل لو شاف الثلاثه دول قاعدين وخايفين يعدوا الجنب الثاني فاكيد هيخاف يعدي هو كمان. لكن ساعتها الواد بصل على العملاق ده بيتعصب على اخره بيقول لهم ايه الملل اللي انتوا فيه ده، وهو بسرعه على طول بيتحرك ناحيه الممر
التجارب يعبر بنجاح. الشباب ساعتها انصدموا وادركوا ان مفيش حاجه، فبيقرروا يعودوا الممر هم كمان. لكن الثلاثه المعروفين كانوا واقفين وقتها وهو مفيش حد عاوز يتحرك من مكانه، شكله كده في حاجه هتحصل. المهم وقتها بيحاول يقنعهم انهم يدخلوا لجوه ان مفيش وقت، والظاهر كده انه بيحاول يضحك عليهم. ايوه هو ده الحاجه اللي هتحصل، هو ده اللي رسم لهم فرخه في الممر. بالفعل اللي بيقول في نفسه مش هينفع استنى اكتر من كده، بيفعل ساعتها قوته وبيفجر المكان عليهم. يا ابن الايه، اهو هو ده بقى اللي كان عامل حسابه كلام من تيان ويهوتا ولايت. المهم وقتها تصرفاتها بقت غريبه فجاه، وشغلت برتن في الكلام مع تيان، والواد مش فاهم حاجه. لاحظ ده فعلا، فبيقرب منها وبيشيل الحشره اللي كانت في شعرها دي، وساعتها البنت بترجع طبيعيه من تاني. انت تاني يا حجريو. بيكملوا طريقهم بعدها جميعا لحد ما بيوصلوا للمكان الغريب ده، وهو اللي فيه بيظهر حاكم المدينه وبيقول لهم يا اهلا وسهلا بالشباب الجميل. ايه الشباب اللي واحد منهم هيبقى صهري وجوز بنتي، اجهزوا كلكم للاختبار النهائي. بيستعرض وقتها كل مهاراته وبيفجر المكان بالكامل. شكله كده مش ناوي على خير نهائي. بينزل بعدها للاسفل وبيبدا يشيك على الشباب واحد ورا الثاني، بيقول لهم انا بدور على حد يتجوز بنت زي ما انتم عارفين، وبما ان العدد اللي جت كبيره المره دي فالاختبار غالبا هيكون عشوائي. ساعتها تام بيقول في نفسه لا كده مش نافع، انا لازم اعمل اي حاجه مميزه عشان ابان في صوره، والا انا كده عمري ما هتشاف ومش هقدر احصل على عفو رئاسي. بيروح عليه وبيقول له انت ايه الشعار الغريب اللي انت حاطه ده؟ ايه الشعار ده مش لايق عليك نهائي اطلاقا، ما ايه رايك تجرب تغيره وتحط الشعار ده؟ الملك العظيم ذو القوة الأسطورية. الراجل ساعتها بيعجبه الشعر جدا وبينبسط على الآخر، بيقول له أنت هو الفتى المختار اللي بيجد الجرأة يتكلم معايا بالأسلوب ده، يبقى هو ده الشخص اللي يستحق يكون صهري. بيختفي بسرعة بيظهر قدامه وبيديله ضربة لولبية وهوبا ايه ده؟ لا أنت مش قوي كفاية. الواد ساعتها انصرم يا عيني، بيقول ده ايه ده؟ أنا رخيت كل دفاعاتي وما كنتش متوقع إنه يعمل كده نهائي، لكن الظاهر كده إنه غفلني المرة دي. ساعتها رد التخينة بسرعة بيستغل الموقف وبيبدأ يستعرض في عضلاته. العضلات بتعجب الزعيم جدا ولسه هيختاروا كسهر ليه. بنتفاجئ بظهور ريو في المكان ويحط القناع بتاعه على وشه. الواد بيتر بعيد بالفعل، وريو بقى بعد ما خلع القناع بنكتشف انها بنت الحاكم الصغيره اساسا، وكانت متنكره على شكل فارس عشان خاطر تمنع الشباب انهم يوصلوا للحاكم، وده لانها شايفاهم مجرد شباب طايش مش قد المقام. ولسه بتقول لابوها ان مفيش حد فيهم ينفع للجوازه. ونتفاجئ بقوه غريبه ظهرت في المكان فجاه. الواد الاصلع كمان بيقوم وبيفعل قوته وبيسيطر على كل الموجودين بقدره الدماء الاسطوريه. البنت بنت الحاكم هي كمان بتستغرب وتم بيروح عليها بسرعه وبيلاقي الحشره الدمويه دي كانت متعلقه في شعرها. يا نهار ابيض، نعم يا اصدقائي، تلك هي منظمه الظلام، وهي منظمه تضم اكبر الاشرار حول العالم. هدفهم الوحيد هو التدمير والخراب والسيطره على العالم، وهو بيعملوا كل ده عن طريق التضحيه والدماء. فهم بيقتلوا الناس بكل وحشيه وبعدها يستخرجوا دمائهم عشان خاطر يستخدموها في معاركهم. يعني بالظبط زي ما احد المشرفين اخذ الدماء من قائد فرقه الصقور. يا نهار ابيض، دلوقتي بدات توضح كل حاجه، وهدفهم بقى دلوقتي انهم يسيطروا على ارض الحاكم باهو بانجو ويشغلوها لصالحهم. لكن الحاكم مش هيسمح لكم بكده يا حبيبي. الحاكم وقتها بيتعصب على الاخر بفعل كل قوته بدل يخرج الحيوان الاليف بتاعه. العيال اتظلمت، بيقولوا ايه اللي بيحصل ده؟ احنا ما جالناش خبريه ان الراجل ده لسه في امكانه يستخدم حيوانه الاليف. لا 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 لا، اللي حصل ده كله كان بلاغ كاذب. الحاكم ساعتها بفعل كل قوته والمكان بيهتز بالكامل، بيهاجم العيال بكل ما اتاه من قوه، والعيال شغالين يوقعوا واحد ورا التاني ومحدش فاهم حاجه. بيخلص على اغلبهم، وساعتها بقى القائد بتاعهم بيقرر ياخد كل جنوده ويهرب من المكان بسرعه. يا شويه خوافين. بيروحوا بعد اتجاه الواد الغريب ده وبيفضلوا يتكلموا معاه، لكنهم فجاه بيلاحظوا حد جاي عليهم من بعيد فبيختفوا من المكان بسرعه. ايوه، فقبل شويه ولما الاشرار مشيوا تيهيام بيقول الزعيم العيال دول مش وش هروب كده بالسهل، اكيد في حاجه تانية هما بيخططوا ليها. ارجو خليك انت هنا يا زعيم وسيبنا انا والشباب نتولى امرهم ونخلص عليهم. الحاكم بيقتنع بالكلام ده بالفعل وبيقول لهم تمام انا معتمد عليكم. بيدي لهم بعدها بعض القاهره الروحيه لكل واحد، وده عشان ترفع من مستوى حيواناتهم الاليفه اكتر. بينطلقوا بعدها اتجاه العيال، وده بيفسر الهجوم اللي الاشرار شافوه لما هربوا. المهم وبينما هم يتقدمون بيعترض طريقهم مجموعه من الاشرار فجاه. فيوتا بيقول لهم كملوا طريقكم انتوا وانا هفضل هنا واعطلهم. بيكملوا تقدم بالفعل، ولكن فجاه بيظهر عليهم مجموعه جنود تاني. فلايت بيقول لهم تقدموا وبيتقدم لتضحيه بحياته المره دي. بيكملوا طريقهم وهو بيعترض طريقهم جنود ثالث. ايه يا جماعه، هم ما بيخلصوش ولا ايه؟ سو بتقول لهم تقدموا
تقدموا انتوا وانا احاول احميكم. لكن تيام بيقول لها انت عبيط ولا ايه؟ انت فاكراني اسيبك كده يا بنت؟ انت تقدم انت يا يوي وسيبيني انا وسوا نعيق تقدمهم. هو ما تلاقيش يعني كده كده اغلب الجنود ظهروا لينا خلال الطريق وما عادش فاضل غير القائد وبس. وبما انك الاقوى هنا فانت اكيد انسب شخص عشان يواجه الزعيم الاشرار. البنت بتقتنع بكلامه بالفعل وبتشكره وبتسيبه وتمشي. لكن بمجرد ما هي بتمشي تيام بيفعل قدره الضباب وبيهرب من المكان فورا. سو بتقول له ده ايه اللي انت عملته ده يا عم الحاج؟ بيقول لها بنت الحاكم مشيت، عاوز انا اتعب نفسي واقاتل في الفاضي ليه؟ انا كل هدف احصل على العفو الرئاسي ومش عاوز حاجه تاني. وبعدين هو انت شايف ان مستواي يسمح بالقتال؟ لا انا جيت هنا عشان اطور من قوتي الاول وبعدها ابقى ارجع لهم تاني. فالمكان ده بالفعل مكان نادر والطاقه الروحيه اللي فيه عاليه جدا، وده يخلي حيواناتنا الاليفه تتطور بسرعه، مما يعني ان قوتنا كمان هتزيد بسرعه. يا ابن الخبيثه. لكن كلامه منطقي نوعا ما برضه يا جماعه، فهو ما قالش حاجه يعني، بل انه كان كل هدفه انه يطور من قوته بعدها يرجع لهم تاني. لكن وبين ما واقف في المكان وخلاص رايح عشان يزود من قوه حيوان الاليف تايجر، بيتفاجئ مره واحده بزور الشخص الغريب اللي شفناه من شويه. يا نهار ابيض، ده ايه اللي جابه هنا ده؟ بيقول له اهلا بالناس الغوالي، واخيرا قابلتك، تعالى لي يالا ده انا هفرمك. لكن تيام بيقول له عند امك يالا، هو انت مفكر انها تعدي كده بالسهل؟ ده انا هفرهمك يا حبيبي. بينطلق عليه بجمه صاروخيه وبيقدر يطير لبعيد، والواد كده شكله اعجب بيه. لكن تيام بقى بمجرد ما بيبص وراه بيتفاجئ بسواقه على الارض وشكلها كده بتودع، فبيجري عليها بسرعه ما بيكونش عارف يعمل ايه. لكن وقتها الواد بيرجع له تاني، واللي بالمناسبه بيكون اسمه هاو. بيقول له انت دلوقتي بقيت في وضع حرج يا عمنا، بس انا بقى هطلع اجدع منك ومش هعاملك بنفس طريقتك. ما ايه رايك نقيم ما بيننا هدنه صحاب لحد ما نخرج بس من الجزيره دي؟ وهو لو انت وافقت على طلبي يا عم ليك مني نعالج لك صاحبتك هديه. ايه قلت ايه؟ تيها ما بيكونش حابب كده لكنه ما قداموش حل. بيقول له ماشي لكن لحد ما نخرج من الجزيره دي بس. ايه اللي هو بيقول له تمام، وبعدها بيبدا فعلا في علاجها. بعدها تيام بيقول له احنا عاوزين نروح داخل كهف الدماء الخاص بمرادو الظلام ونلحقهم بسرعه. اكيد هتلاقي القائد بتاعهم هناك دلوقتي شغال بيمتص الجوهره الحمراء السحريه، ولو ده حصل وهو قدر يمتصها فاحنا كده حرفيا هنكون في عداد الموتى، وده لان الجوهره السحريه دي قدراتها جباره جدا. فيلا بينا بسرعه على هناك يا صاحبي. بيروحوا لهناك بالفعل، وبمجرد ما بيدخلوا بيلاقوا قائد الظلام شغال يمتصها فعلا. لكن وقتها بيلاحظها ودخل عليه، فبيقول له يا مرحبا يا مرحب بصديقي العزيز. لكن هو بيقول له صديقك العزيز مني يا ابن الارمه؟ ايه جهز لي عشان خلاص هقتلك يا روح امك. ايه يا نهار ابيض. القائد بيكون مستغرب، وده لان هو يعتبر واحد من مرادو الظلام اصلا، بس هو دلوقتي ما قداموش حل تاني فبيستعد لبدايه القتال بالفعل. ساعتها تيان كمان بيقول له هو تولى انت امر يا صاحبي قبل ما نوقف امتصاص الجوهره السحريه. شكلنا كده داخلين على عركه وقتال ما يتوصفش. وعلى الجانب الاخر كانت احدى قوات المجلس السبع ومشرفه السفينه القاهره ستار عرفت بكل اللي حصل في قريه باهو بانج، فعلى طول بتجهز نفسها وده عشان توقف الاوغاد دول عند حدهم. هو بيطرح وقتها ان ستار دي هي اساسا بنت الحاكم باهو بانج، والحفله اللي كانت معموله دي كلها كانت عشانها. هي دي البنت اللي كان الشباب بيتنافسوا عشان يتجوزوها بالفعل. هو انت ده اللي هيتجوزك هيبقى حياته مرار طافح. المهم ستار بتجهز نفسها بتستعد وده عشان تروح وتوقف مرادو الظلام اللي في المدينه. وفي نفس الوقت كان القائد لياو خارج من قلب الكهف متخرم بالكامل، الحاله مع ضنك على الاخر. ايه يا نهار ابيض، يا ترى عملت ايه فيه يا هاو؟ شكله كده هاو ده في مستوى التاني يا جماعه. لياو وقتها كان ماشي ومتعصب على الاخر، بيقول المعركه ما بيننا لسه ما انتهتش، انا هرجع لك من تاني واعرفك مقامك، استناني يا صاحبي. لكن دلوقتي اهم حاجه اعملها هي ان اشوف اقرب مكان يمدني بالطاقه الروحيه عشان استعد بناء قوتي من تاني. لكن وقتها بيتفاجئ باللي ظاهر قدامه. ايوه دي هي سو يا جماعه، فاقت من نومها اخيرا، لكن شكلها كان متغير جدا والظاهر كده ان ابن الهرمه هو عمل لها حاجه. المهم ليه وقتها بمجرد ما شافها بيتحمس على الاخر وبيقرر يستخدمها كوعاء لاعاده بناء قوته من جديد. سو دلوقتي في مازق حرفيا. يا ترى هل هتقدري عليا سو؟ وفي الجانب الاخر بتوصل مشرفه السفينه ستار ومعاها جنودها بالفعل عند المكان اللي فيه تيان وهاو، وشكلها كده مش ناوي على خير نهائي. بتستل سيفها وبتجهز نفسها بكامل قوتها عشان تدمرهم. بتقول انا مش هرحمهم ولا ارحم اي حد يفكر في يوم من الايام في اذيه ابويا. يا ست الكل استهدي بالله، ده اللي جوه دول مش اعدائك والله. لكنها خلاص ما عادتش شايفه قدامها. هو في نفس الوقت ده في سجون السفينه كانوا طواليك هناك محبوسين بالفعل، وده بعد ما تم القبض عليهم. هو لو حد سالني هو تم القبض عليهم ليه فهقول له عشان بكل بساطه هم حاولوا يهربوا من القتال زي تيام بالظبط، لكنهم لسوء حظهم الخريان اتقفشوا بالفعل. وبعد
وبعدها تم القبض عليهم. الاتنين دول طلع حظهم هباب زي، لكن وقتها بتدخل عليهم مين؟ ايوه الاميره الصغيره يوي بنت الحاكم باهو بانج الثانيه، بتقول لهم انا اعتمدت عليكم يا ولد الهرمه منك له، بس انتوا غزلتوني، ده انا مش هرحمكم ايها الكلاب. ساعتها يوتا بيقولها واحنا هنعيشها على بعض، ما انت كمان هربتي ولا ما كانش زمانك واقفه دلوقتي قدامنا هنا، احنا ما كناش هنقدر نواجههم بقوتنا الحاليه بالفعل وعشان كده هربنا. اما بقى داخل الكهف السحري فكان كل من تيان وهو واقفين جواه وحاسين بكل حاجه بتحصل بره. فمن الجانب اليمين كان شغال قتال سو مع مراود الظلام لياو، وعلى الجانب الشمال كانت واقفه القاهره ستار هي وجنودها. ايه يا نهار ابيض، دلوقتي تيان محتار يعمل ايه بالظبط، مش عارف يخرج من الجانب اليمين ويستند سو في قتالها وينقذها، ولا يطلع من الجانب الشمال ويقتل ستار وجنودها ولاد الهرمه. بس هو اصلا مش هيعرف يعمل لا ده ولا ده، وده لانه لسه ما انهاش امتصاص البلور السحريه اساسا. تيان وهو في مأزق حرفيا. اما بقى في الخارج فكانت ستار متعصبه على الاخر وبتفعل كل قوتها وبتجهز نفسها للهجوم الاخير، بتفعل مرتها ل 12 مره واحده، بتستعد لتفجير المكان، وهوبا بتلاقي كل من تيان وهو طالعين عليها. هوبا تيان قادرين يندمجوا مع الجوار الروحيه يا جدعان. ايه يا نهار ابيض، دلوقتي تيان بقى بيمتلك قوه اقوى من مراد الظلام الاسطوريه. ده شكلنا كده نشوف مستوى قتالي تاني، يا ترى هل تقدروا عليهم؟ ساعتها هو بيخلع غشت وبيجهز نفسه بيستعد لانهاء القتال، بيفعل قدره الظلام وبيبنى المكان كله بالقوه الرهيبه. الكل ساعتها بينصرم والخرا بتكرر تواجه والقتال بيحتدم ما بينهم. الواد بسرعه بيهرب منها بعيد وبيدخل جوه الغابه، لكنها برضه بتدخل وراه ومش بتسيبه في حاله. لا وقتها بقى بيقف تيان لوحده قدام بقيه الجنود. مساعد ستار بيكرر يهجم عليه وبيقول للجنود ما حدش منكم يتدخل، لكن تيان برضه مش سهل يا حبيبي. الاتنين بيجهزوا نفسهم وبيستعدوا لبدايه القتال، وعلى حين يغر مساعد ستار بيفعل قدره الضباب وبيملى المكان كله بالضباب الرهيب. يا نهار ابيض، تيان بيقول له دي قدرتي يا مغفل، بقى انت بتستخدم قدرتي عليا فاكر انك كده هتقدر تهزمني؟ هو بحركه اسطوريه خرافيه بدل يخرج من قلب الضباب ويطير ناحيته ويديله حته بوكس زفلته يا عيني، ده مسح بكرامه اللي خلفه ابوه الارض. ايه يا ابن اللعيبه، لكن الواد برضه مش بيستسلم وبينطلق عليه بكل ما اتاه من قوه، بيفعل قوه المياه وبيوجه ناحيته ضربه، لكن تيان بيقدر يتصدى ليه، بس الواد مش هيسيبك، لا بيجهز هجمه تاني بكل ما اتاه من قوه. تيان في مأزق بيروح يستخبى منه ورا الصخره دي بسرعه، بيقول لا اعمل ايه يا ربي اعمل ايه مش عارف، لكن وقتها بيبص جنبي هو بيلاحظ الجوار السحريه دي واقع على الارض. هي دي مفتاح الفوز في القتال ده. تيان وقتها بيفعل قدره الدماء الجديده اللي هو اكتسبها عليها وبيقدر يفعل قوتها، وساعتها بقى الهاله بتنتشر في كل مكان. العيال وقتها ادركت انها خلاص نهايتهم، فقدره الدماء دي قدره خطيره جدا وخلاص كلها لحظات والمكان هينفجر بالكامل. تيان وقتها بيهرب من الجنب التاني بسرعه بيفلسع من المكان، وده عشان يتجنب الانفجار وكمان يلحق سو. لكن هو انت مفكر انها تعدي كده بالسهل حبيبي؟ لا والله. بوم بيلاقي فجاه شيء وصل المكان وباستخدام حيوانه الاليف بيقدر يبتلع الجوار السحريه جواه ويبطل مفعولها. وهو ساعتها بقى المساعد بيستغل اللحظه وبيطلق ورا تيان وبيديله هجمه جابت عجله، لكنه لحسن حظه كان قادر يهرب من المكان في اخر لحظه، والعيال ما عرفوش انهم يلحقوه والحمد لله. يخرب بيت امك يا عم شاو، دايما طلع لنا زي الخازوق. يا ابني افهم بقى، ده صاحبك الودود مش عدوك اللدود والله، ولكن غباء قد عماه. نعمل ايه بقى؟ ده حتى تيان بعد ما هرب كان قاعد في المكان ده ويتنقط حرفيا، بيقول هو ابن الهرمه ده صاحبي ولا عدوي ولا ايه بالظبط؟ ده انت تحس يا جدع انه مشخصن الموضوع معايا حبتين ثلاثه، ده انا كل ما قربت من الفوز في المعركه بتاعتي وطلع منها كسبان الاقي طلع لي زي الخازوق كده ما اعرفش منين وبدمر كل مخططاتي في لحظتها. بس هنقول ايه بقى، حسابه بعدين. بس المهم دلوقتي ايه الحلاوه ديت يا ده انت بقيت جامد جدا. وليه ده انا نسيتك خالص يا عم تايجر. هو يا عم والله واتطورنا وكبرنا وبقى بنعرف نسد مع التخين واي حد يا زميلي، ده احنا هنخربها مع بعض يا صاحبي. وعلى الجانب الاخر كان هو واقف في المكان ده في امان الله ومروق دماغه على الاخر. الواد ده انا مش مرتاح له خالص يا جماعه، لكن هوب بتظهر عليه الخرا ستار بتقول له قفشتك يا معلم، سلم نفسك احسن لك والا دي هتكون نهايتك يالا. ساعتها هو بيرد عليها رد بارد بيفاجئنا كلنا، بيقول لها لا وعلى ايه ده كله، انا مستسلم يا ست الكل. ايه يا نهار ابيض، البنت اتصرمت حرفيا، اصله مش معقول بصراحه يا جماعه اللي هو عمله ده، ازاي بس يستسلم في خطر حياه وموت مهم زي ده؟ مش بقول لكم انا مش مرتاح للواد ده يا جدعان. المهم وفي الوقت ده بقى كان تيان وصل عند حبيبه القلب سو بالفعل، لكنه بيلاقيها مغمى عليها، هو بيبص وقتها جنبيها كمان وبيلاقي قار الظلام هو كمان مغمى عليه ومتخرم على الاخر. ايه يا نهار ابيض، هي سو عملتها ولا ايه؟ لا 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 لا, لا ده شكله كده في حاجه بتحصل يا جدعان. ازاي سو قدراتها طورت كده مره واحده؟ شكله كده في ان في الموضوع. بس هي وقتها بتفوق وتيان بيسالها عن اللي حصل، لكنها ما بتكونش فاكره اي حاجه، نسيت كل اللي هي عملته. ساعتها تيان ادرك خطوره الوضع ده وبيقول في نفسه شكل كده اللي بيحصل معاه ده مش طبيعي، الاحسن
احسن ليا انا مولعش عن اي حاجه دلوقتي، بس المهم حاليا اننا هنا مهمتنا وقدرنا نتصل الجوهره السحريه اللي كنا جايين عشانها يا زميلي. يلا بينا بقى لوجهتنا الجديده. ايه يا نهار ابيض، ده بيطلع ان ابن السوسه كان جاي الجزيره هنا وبيعمل كل ده عشان خاطر يقدر يمتص الجوهره السحريه ويرفع من مهاراته. فهو اصلا كان عارف ان كل ده هيحصل، وده لانه في عالم الروايه اللي هو كتبها بدماغه. ايه يا جدعان، ده تيان ده مش سهل ابدا. وهو بعد مرور بعض من الوقت بنشوف هو اللي كان متسلسل من كل مكان ومقبوض عليه داخل السفينه، وده عشان يودوه ناحيه المجلس العام ويحققوا معاه وهو يعرفوا منه ايه سبب هجوم ولاد الهربه بتوع الظلام دول على القريه. فهم كلهم كانوا هربوا بالفعل وما كانش فاضل غير هاو. اما بقى عم اتيان فكان رجاله شكله الطبيعي تاني وركب معاهم على متن السفينه، وهو ده اللي بيخلي اي حد موجود هنا ما يقدرش انه يتعرف عليه. لكن وقتها ستار بتشوفه وبتقول مش ده هو الواد اللي نط من على السفينه اول مره؟ حلو الكلام ده، خليه هنا ما نشوف اخره ايه. خلونا نقف هنا ستوب كده بقى واشرح لكم العالم ده بيتكلم عن ايه. بص يا معلم، زي ما احنا عارفين ان في اختبار نجم بيقام كل 5 سنوات. طيب هو اللي ده بيقام اساسا وعشان ايه؟ الاختبار ده بيقام كل 5 سنوات، وده عشان خاطر يختار المرشحين حيواناتهم الاليفه ويروضوها عشان خاطر تساعدهم في الحياه في العالم ده بشكل عام. فاحنا هنا في عالم بايكنج حيث كل شيء هنا يعتمد على مهاراتك القتاليه، وهو بمجرد ما انت بقى بتقدر تندمج مع حيوانك الروحي فانت على طول بيتفتح لك نظام مباشر وبتقدر من خلاله ترفع من مهاراتك وقدراتك مع التدريب. يعني زي ما تيان بيعمل من ساعه ما جه العالم هنا بالظبط. فهو شغال يطور من قوه تايجر عن طريق الحبات السحريه، البلورات السحريه وما الى ذلك. العالم ده بيحكمه غالبا 7 قوات من اقواتهم الردود الوحوش على الاطلاق، واللي بتكون منهم ستار. ال7 دول هم المسؤولين عن الاختبار ده كل 5 سنين وبيشرفوا عليه بكامل قوته، وده لانه زي ما احنا قلنا فالعالم ده بيعتمد بشكل اساسي على القوه، ولازم عشان منصبك وشأنك يرتفع وتنجح في الاختبار ده الاول وعلى ترفع من قوتك واحده واحده. لكن بقى في حالات نادره كده بتظهر قوتها بتكون كبيره جدا وبتقدر بالفعل تكتسب كل الاختبارات بسهوله. ففي الحالات دي فانت كده بتكون شخص خرجت عن النطاق الطبيعي وبتقدر تحصل على مناصب عليا ومرتفعه، زي انك مثلا تنضم لمنظمات عليا او تبقى واحد من مساعدين اعضاء المجلس ال7. وبالنسبه بقى للشر في العالم ده فانت عندك منظمات كتير شريره، لكن ابرزهم هي منظمه مروضو الظلام، واللي بيسعوا دايما لنشر الفساد والظلم من اجل الاستيلاء على العالم. وبكده كنت شرحت لكم اغلب الحاجات اللي محتاجين تعرفوها تفهموا كل حاجه مع تقدم الاحداث اكثر فاكثر. المهم بيعدي الوقت بعدها والشباب بيوصلوا عند المدينه الرئيسيه، المدينه الاقوى في هذا العالم واللي جالها جميع مراودو الوحوش حول العالم عشان يدخلوا الاختبار النهائي. نعم يا اصدقائي، هي دي المدينه اللي فيها ال7 قواد اللي احنا اتكلمنا عليهم. المهم انت وقت بينزل من على السفينه هو وسو ووحش الغابه سوها وبيكونوا فرحانين على الاخر، واللي هو واخيرا وصلنا لمكان الاختبار النهائي. لكن وفي وسط هذه الفرحه والسرور بيقطع فرحتهم خبر عاجل على جميع شاشات العرض في المدينه، الا وهو ظهور مجرم خطير جديد. ايوه هو نفسه تيان يا جماعه، هو تيان لما بيكون متحول. يا نهار ابيض، الواد وقتها بينصرم حرفيا، على طول بيخفي اثره عشان ما حدش يقدر ياخد باله منه. بيقول لي يا نهار اسود، ده انا بقى مطلوب القبض عليا للعداله، ده باين انه هيبقى مرار طافح، ده لو حد قفشني بس كده انا هنروح فيها. لكن وقتها بيقرر يتعامل ويعدي ويمشي الدنيا بسلاسه. بنشوف كمان كل من شاو وصاحبه ياو اللي كانوا واقفين في احدى الاماكن هم كمان، لكن وقتها بيظهر عليهم الواد ده وشكله كده عنده غل من ناحيه ياو. بيقول له يا اهلا وسهلا بالخاين الكبير، ايه اخيرا قابلتك، اجهز لي بقى عشان انا مش هحلها. يا ترى ايه قصتهم بالظبط يا جماعه؟ شكله كده في حاجات كتير احنا لسه ما نعرفهاش في العالم الكبير الواسع ده. اما بقى ايوه ولايتا فكانوا هما كمان موجودين في المدينه عشان الاختبار. ايه يا نهار ابيض، ده الشباب كلها هنا يا جماعه. يا ترى هل الاوضاع هتفضل بالهدوء ده ولا ايه اللي هيحصل بالظبط؟ المهم وفي نفس الوقت ده بنشوف تيانا اللي كان راح عند قاره المجلس ال7 بيكلمهم وبيقول لهم انا عندي شك كبير ان احد مراودو الظلام هيهجم على المدينه قريب. انا احساسي بيقول لي كده وانا احساسي مش بيخيب ابدا. ارجوكم اسمعوا كلامي وعاينوني ممتحن معاكم عشان خاطر اقدر اوقف اي خطر يحصل هنا. انا عندي العلم الكافي اللي يخليني اقدر اتابع كل تحركات مراودو الظلام واخلص عليهم. احساس وعلم يا ابني ما تشغلش دماغك، ده انت اللي كاتب الروايه. لكنهم بيكرروا يمشوا ورا لحد النهايه. بيقولوا له تمام يا عم، لكن افتكر ان لو حسينا باي غدر من ناحيتك ولو سنه بسيطه فاحنا مش هنرحمك ابدا. قام بيقول لهم تمام وبيسيبهم ويمشي. بيروح بعدها عن سو بيقول لها انا بقيت ممتحن انا في الاختبار النهائي، لكن وما بيني بقدر امثل شخصيتين، فانا همتحن وهراقب في نفس الوقت. انا قررت اخرج شخصيه تشوسيتو اللي جوايا، ايوه الشخصيه اللي بكون فيها الصاحب شياو. ده شكلنا كده بدانا اللعبه اللي بجد. يا ترى ناوي على ايه يا عم ديان؟ بيعدي الوقت وقتها وبيحمي موعد الاختبار التمهيدي اللي هيوصل للاختبار النهائي، وهو ده زي اختبار كده بيتعمل
بتعمل لما الاعداد تزيد بشكل مش طبيعي، فبيعملوا عشان خاطر يقللوا عددهم. هو ده لان ما شاء الله السنه دي العدد اللي موجوده لا حصر لها. بيظهر ساعات عليهم التيم من القاره السابعه بيقول لهم الاختبار التمهيدي على وشك يعني يبدا. بيفعلوا ساعتها عمود الاختبار. بنعرف وقتها ان الاختبار ده عباره عن عمود كبير بيظهر في النص، وكل مرشح بيدخل ويستخدم قوته عليه، واللي بيقدر يدمر طبقتين فاكثر فهو ده اللي بيتاهل للاختبار النهائي. كل واحد وقتها بيبدا يدخل ويجرب نفسه، وفي اللي بيطلع وفي اللي بيفوز، والدنيا هي ماشيه يعني. لكن بقى بمجرد ما بيجي درسوه البنت بتتوتر جامد، وشكله كده البنت عندها رهاب اجتماعي. لكن بتفتكر حبيب القلب تاني المختفي والله اعلم هو مختفي فين، هو بتتشجع بتقدر بالفعل تجتاز الاختبار بنجاح، وهو برضه بيقدر يجتازه والدنيا هي حلوه يعني. اما بقى صاحبنا شياو فبمجرد ما بيجي دوره الكل بيبدا يستهزئ بيه وبيفكروا ضعيف وكده، لكن وقتها بيفعل كل قوته وبيقدر يجتاز الاختبار بكل سهوله. ده تقريبا دمر بتاع من قوه الضرب يا جماعه. هي يا ابن اللعيبه كل اللي كانوا واقفين اتصدموا. هو ده المثال الحي اللي بياكد لك مثل لا تحكم على الكتاب من غلافه يا حبيبي. المهم شياو وقتها بيرجع والاوضاع بتهدى وكل حاجه ماشيه طبيعي، لكن وفجاه بيلاقي ازازه مرميه على شياو، وشياو بمجرد ما بيشوفها بيفتكر حنين الماضي. ايوه صاحبه جو. العب يالا، ده المعلم الكبير وصل يد منك له يا ابن اللعيبه. الانظار كلها اتغيرت عليه فجاه. هو ده تيانو الاسطوره، كان بقى شايل شعره ومظبط حاله، والواد انما ايه ممثل بارع. ده كان عارف يستخدم شخصيه تشو بالظبط يا جماعه. شياو وقتها بيفرح على الاخر واللي هو اخيرا، لكن في حقيقه الامر فتشو كان معاه في كل مكان بيروحوا. تشو وقتها بينزل ولا خلينا قلت تيان وهو بيفعل كل قوته وبيلفت الانظار من جديد. طب بص الحركه دي يا ابن الايه، ده لو فنان في لفت الانظار يا جماعه. بيستخدم بعدها كل قوته وبيضرب العمود وبيحصل انفجار في المكان. المكان كله شعل بمجرد دخوله حرفيا. هو ده الاسطوره تيان. بيجتاز الاختبار بسهوله، وقتها بتحدد موعد الاختبار النهائي وهو اللي هيجتازه، فده بقى يعتبر مروض وحوش بشكل رسمي. المهم وفي المساء كان تيان واقف في البلكونه دي وصاحبه شاو قاعد معاه، لكن وفجاه تيان بيلاحظ سمية شوارع 2 شباب كانوا ماشيين وشكلها وتصرفاتها غريبه. كده انقطع الشك باليقين. اكيد وهو السبب في كل ده. فاكرينه لما راح عالجها يا جماعه؟ ده في الحياه ما عالجهاش كده والسلام، لا ده حط عليها بعض من دماء وحولها للشكل ده. فاي حد بيشرب من دماء مروض الظلام شخصيته هيئته وشكله بيتغيروا 180 درجه بالظبط زي ما حصل مع سوكرا. المهم تيان بينزل عليها وبيلحقها بسرعه قبل ما تفتعل المشاكل، والبنت ساعتها بترجع لطبيعتها من تاني. وفي اليوم اللي بعديه تيان بيروح عند هاو وبيكون متعصب على الاخر، بيقول له انت ايه اللي انت عملته في سو بالظبط يالا؟ هو بيضحك وبيقول له انت عرفت في الحقيقه انا ما عملتلهاش حاجه، لكن اضطريت اديها بعض من دماغي عشان اعالجها. بس ايه رايك في شخصيتها الجديده؟ هو انا ما قلتلكش ولا ايه؟ اي حد بياخد من دم ان شاء الله نقطه واحده فده بيأثر عليه وشخصيته بتتغير 180 درجه. ساعتها تيان بيقول له طب ايه حل الموضوع ده؟ انجز قولي الحل والا هقتلك. وقتها بيبتسم بسخريه وبيقول له طيب ماشي جرب. ساعتها انا اكشف حقيقتك قدام العالم، اعرفهم ان انت هو المجهول اللي بيدوروا عليه. ولا ايه رايك؟ خليك معايا في الاتفاق يا تيان ومشي الدنيا زي ما هي ماشيه احسن ليا وليك. هو برضه مش سهل. في نفس الوقت في الخارج كان كل الممتحنين واقفين وبيستعدوا خلاص لبدايه الاختبار. بيظهر عليهم ساعتها احدى قاره المجلس السبع واللي يعتبر افخم واحد فيهم. بيقول لهم انا هو رئيس الاختبار ده. هو نظام الاختبار ده ايه؟ انا هقول لكم اهو. بصوا يا رجاله، الاختبار ده عباره عن عالم وهمي هتدخلوا فيه عن طريق احدى قدراتي. العالم ده بقى كل واحد منكم يروح في بعد موازي وهيواجه بعض من المشاكل والصعوبات جواه، وهو اللي هيقدر يركز المشاكل والصعوبات اللي هتواجهه دي جوه العالم الوهمي فهو ده اللي هيفوز في المرحله الاولى وهيتاهل للمرحله الثانيه من الاختبار النهائي. يلا استعدوا. بيبدا بعدها كل واحد يختفي يروح في بعد موازي عن التاني، لكن كلهم كانوا في قلب العالم الوهمي. يعني بالظبط كده تقدر تقول اكنهم في لعبه واقع افتراضي. المهم وقتها كان تيان واقف في المكان الغريب ده واللي كان ظاهر له فيه كل الشباب. شاشات ثلاثيه الابعاد ظهر له كل الشباب اللي كانوا في قلب العالم الوهمي. فتيان بالفعل واحد من الممتحنين وهرب بسبب اثناء الحاكم باهو بنجا عليه مما اعطاه هيبه وسلطه في المكان، وتنجع على المكان هنا بعد ما انهى حريصه مع هاو. بتظهر له ساعتها البنت الكتكوته دي واللي اسمها لولا بالمناسبه، بتقول له يا لك من وسيم كبير، انت من هنا ورايح هو السيد بتاعي وده اللي انا بحب الرجاله الوسيمين. الله يخرب بيتك يا بنت انت، ده انت طفل على الكلام ده. تيان بيقول لها اقعدي بقى يا بنت الهرمه مش فاضيلك والله. بيفتكر ساعتها حريصه مع هاو لما هاو اداله الطريقه اللي من خلاله هيقدر يعالج سو. بيقول له خد الطريقه اللي هيعالجها قوي يا عم، لكن عندي لك طلب بسيط وهو انك تدور لي على مكان يدعى بقصر نهر الدم او ما علينا من اسمه. يعني انا هديك بوصله والمكان اللي هي هتشتغل فيه بلغني فورا. خلصين يا عم. بيرجع
بيطلع بعدها دم من بقه، ودم بتشكل على هيئه البوصه اللي تيان هياخدها. ده ايه القدره العجيبه دي؟ المهم تيان ما كدبش خبر وقال له تمام ماشي يا عم. بيفوق ساعتها من ذكرياته بيقول ابن الهرمه ده اكيد بيخطط لحاجه ولازم اعرف هي ايه. بس دلوقتي خلينا ندخل جوه الاختبار عشان نتابع المرشحين وما حدش يشك فينا. بيدخل جوه بالفعل ويبدا يشيك على المشاركين واحد ورا الثاني، بيطمن وقتها على كل واحد وبيشوف كمان سو، وبعدها بيخرج خارج الوهم ده وبيدخل فيه تاني لكن بصوره جو. هو بيفكر في ايه بالظبط؟ المهم وقتها بيظهر ليه صوره معكوسه ليه وهو ده اصدقاء الوهم اللي ظهر له في الاختبار، لكن تيان بيقول له ما عنديش وقت اضيعه معاك، الا انا داخل هنا لهدف معين الا وهو اني اقدر اوصل لقصر نهر الدم واحصل على البذور السحريه اللي جواه. بيستخدم مهاره الضباب الرهيبه والمكان كله بيغمم. وساعتها بقى مساعد ستارو اللي كان احدى مشرفين الاختبار بيحس بالضبابه اللي طالعه جنب منه فبيقرر يروح لهناك فورا، لكنه بابا مجرد ما بيوصل بيتفاجئ بتشوف قدامه بيهجم عليه ونزل بيبتلي ما بينهم. بس استنى، انت فكر ان اللي المساعد بيقتله ده هو تشو الحقيقي اللي هو تيان؟ لا والله، ده بيطلع من اللعبه تيان كان عارف ان المساعد هنا ومخطط لكل حاجه، مخطط يجيبه ينشغل في قتال النسخه بداله، وساعتها هو هيهرب يروح ناحيه قصر الدماء. ايه يا ابن اللعيبه؟ بينطلق لهناك بسرعه بالفعل، لكنه في خلال الطريق بيبدا يفتكر احداث روايته الاصليه وبيقول في نفسه في الروايه الاصليه اتشو صاحب شاو وحصل على قدره الدماء الاسطوريه بالصدفه، واللي حصل كالتالي: تم حرص هجوم على مشرفين الاختبار اثناء الاختبار النهائي. الهجوم ده كان مخطط ليه من قبل مروضو الظلام وده عشان يحصلوا على قدره نهر الدماء الاسطوريه، لكن بالصدفه حصل خلل معاهم واضطروا انهم يرسلوا القوه لشخص ما غريب عنهم، والشخص اللي هو عليه الاختيار كان هو تشو اللي هو اللي انا متشكل عليه دلوقتي. انا لازم اروح للمكان ده قبل اي حد واحصل على قدره الدماء امتصاصها جوايا قبل ما اي حد يوصل ليها. لازم اغير احداث الروايه الاصليه، لازم اغيرها والا ده يتسبب في موتي في النهايه. لازم اتصرف، ودلوقتي هي انسب فرصه معايا. الاختبار ده موجود جوه القصر الدموي اللي مروضو الظلام بيدوروا عليه. انا اروح عنده وانفذ خطتي في اسرع وقت ممكن. بيروح للمكان ده بالفعل، لكنه بمجرد ما بيوصل هناك البوصله اللي هو اخدها من هوا بتتفعل، وساعتها صفارات الانذار والتحذير بتشتغل في كل مكان. ايه يا نهار ابيض، ده هو المكان اللي كان بيدور عليه هوا يا جماعه. شكله كده هو لسه ما سابش منظمه الظلام وبيخطط لحاجه. ايه بسرعه بتدرك الموقف وبيلحق نفسه بيعرف في اخر لحظه. ايه يا نهار ابيض، تكا كان خلاص اتقفش من قبل اعضاء المجلس واللي كانوا وقتها قاعدين وشاكين ان في حاجه غلط بتحصل. شعور غير مألوف واحساس الخطر يقترب منهم شيئا فشيئا. لا مش تاني اللي مسبب كل ده في حاجه تانية مجهوله. الواد ده وقتها بيقول للزعيم طب ايه نوقف الاختبار ولا نعمل ايه بالظبط؟ القائد بيقول له لا استنى، عندك الاختبار الاول خلص ودلوقتي داخلين على المرحله الثانيه. انا مش عاوز المشاركين يحسوا باي حاجه. هو بالفعل في الوقت ده كان المشاركين كلهم اللي نجحوا في الاختبار الاول هو واقفين في المكان ده ومستنين الاخبار الجديده. تيان هو كمان كان واقف في المكان وبيقول لا انا لازم استغل الفرصه دي وادي الترياق ده لسو، لازم اديهولها عشان ترجع لطبيعتها من تاني. لكن بينما هو واقف وخلاص رايح علشان يدي الترياق لسو عشان يعالجها، بنتفاجئ مره واحده بدور شخص غريب بيعدي من جنبه والواد بينصرم. بيقول جنود الشمال الجنوبي. انا حسيت بقالتهم دلوقتي بيعملوا ايه هنا دول دلوقتي؟ شكله في انه كبيره تحصل دلوقتي حالا. يا نهار ابيض، يا ترى ايه اللي مستنيكم في المدينه الغريبه العجيبه دي يا جدعان؟ الاحداث بدات تتسارع بشكل مش طبيعي، فيا ترى ايه العاصفه اللي جايه بعد الهدوء ده بالظبط؟ المهم المشرف على الاختبار وقتها اللي بيكون هو احد رؤساء المجلس السبعه زي ما قلنا قبل كده بيقول لهم الف مبروك للمتاهلين للمرحله الثانيه من الاختبار وهارد لك كل الخاسرين. انا عاوزكم ما تزعلوش وده لانكم وصلتوا مرحله حلوه المره دي، والمره الجايه فرصتكم في الفوز هتكون اعلى. وهو دلوقتي بقى خلينا نشرح لكل الكسبانين ايه المرحله الثانيه من الاختبار هتكون عباره عن ايه. هتكون عباره عن 5 مباريات وفرقه محدده عشوائيه في كل مباراه، وهينقسموا في كل مجموعه ل2 فريق ازرق وفريق احمر، وهو اللي هيقدر يفوز على الفريق الثاني ويخرج بقيه اللعيبه من الاختبار. فالنقاط هتفضل تزيد وتزيد لحد ما يوصل انه يكون من افضل 4 مرشحين، وساعتها بقى المنافسه ما بينهم بتشتد جدا وكل واحد بيكون كل هدفه يحقق حلمه وهدفه، وهو الفايز في الاخر بيكون هو بطل السنه دي. يلا يا رجاله اشوفكم على خيرة الله بعد الاختبارات. بيبداوا بعدها يدخلوا واحد ورا الثاني وتيان وقتها بيقول لا يا نهار ابيض ده انا نسيت، انا لازم ادي لصوت الطريق في اسرع وقت ممكن قبل ما تدخل جوه الاختبار الثاني. بس هو دلوقتي مهما يعمل برضه مش هيلحق، سو خلاص بتدخل جوه الاختبار الثاني، فبيقرر وقتها يبعت لها تاجر بالترياق، وهو بالفعل بيوصل عندها لكنه بيدخل العالم الوهمي معاها. يا نهار ابيض تيان انقلت
حرفيا، اللي هو احمس كان لازم اتفزلك وابعت ليها ام تايجر، يعني ما كنت استنيت لما الاختبار خلص وعلى كتاه وخلاص. بس يلا عادي كده احسن واريح ليا وليها. بس كده انا عامل ايه انا دلوقتي؟ بيلاقي نفسه دخل فجأة للعالم الوهمي يعلم الاختبار وسط حيرته، لو مش عارف هيعمل ايه. ده حتى لما بيقابل اعضاء فريقه وبيطلعوا اتنين من اعبط ما يكونوا شغالين يتخانقوا. لحظة، الاتنين دول مش غاربين عليها. ايوه هما ابن الهرمة اللي كان على السفينة والبنت اللي اعجبت بتيام. ايه حظك اللي بقى بحاجة تيام؟ ايه يعني انت داخل من غير تايجر وكمان واقع مع هذا الفريق المعوار؟ دي شكلها هتبقى مرار. بيقول لهم يا جدعان مش وقته ده ورب الكعبة، خلصوا النزال الاول وبعدها تقاتلوا براحتكم. لكنهم ما بيسمعوش ليه وبيفضلوا على كده لحد ما فجأة بيظهر اتنين من الفريق الثاني بيسيطروا عليهم في البداية، لكن ساعتها تيم بيشجعهم بالكلام. بيقول لهم يا جدعان ما تعملوا اي حاجة، يا جدعان حياة ابوكم هنموت والله. هو فعلا العيال بتبدا تواجه الفريق الثاني وهو بيستمروا في الخروج واحد ورا الثاني لحد ما في الاخر بتصفصف على البنت دي وهو اللي بتكون لسه هتهجم على تيان، لكنه طبعا من غير قوته نهائي، فبيقرر يريح دماغه ويستسلم فورا. بيخرج وقتها للعالم الطبيعي وبكده هو خسر في المباراة الاولى. بيقول انا ما قداميش حل تاني، اللي هو انا عاوز افوز واوصل لاعلى المراكز، فانا ما ينفعش اخسر ولا مرة كمان. بس هو يلا خلينا نقول ان المرة دي عدت كده عشان ما كانش معايا التايجر بس انا دلوقتي عامل ايه برضه؟ وهوب بيلاقي نفسه فورا دخل على الاختبار الثاني. ايه انا هرب بالسرعة دي؟ ده برضه دخل المرة دي من غير تايجر. يا ترى هتعمل ايه في الموقف ده يا تيا؟ لكن تيان وقتها بيقول وهم الجبال الاسود. صح افتكرت، ايه الوهم ده في ثغرة للفوز ومش شرط اكون بمتلك حيوان الاليف، انا لازم استغل الثغرة دي كويس. بيظهر ساعتها كمان الاتنين اللي كانوا من فريق ولا كانوا البنتين دول. تيان بقى لسه هيكلمهم عشان يشرح لهم الثغرة ولا البنات داخلة في شمال على طول بتقول له بس يا جبان يا ابن الجبانة، ثغرة يا بتنجان يا ابن الورمة، احنا هنقتلهم ونفشخهم ونحط كمان عليهم وانت شايفنا قليلين ولا ايه؟ البنت دي بتستخدم بعدها قوتها النارية وبتحرق المكان بالكامل. بتقول الفريق الاحمر اطلعوا من جحركم يا منك لو انت هو، مش عيب عليكم تستخبوا كده زي الكلاب شوية كلاب. لكن برضه ما فيش حد بيرد عليها والبنات بتستغرب. لكن ساعتها بيظهر لهم واحد من الفريق الثاني والبنات بتجهز نفسها بسرعة عشان تهجم عليه، لكن هو في سنة ولا حين غير من نتفاجئ بظهور جدار منيع في المكان وهو بنبص يا عم ولا البنتين مربوطين ومش قادرين يتحركوا نهائي. ايه يا نهار ابيض ايه اللي حصل ده؟ هو اتاري ان دي اساسا كانت خطة عملوها الثلاثة تبع الفريق الازرق عشان يضمنوا الفوز باقل الخسائر. بس هو فين تيهان بالظبط؟ لازم يكون موجود عشان الخطة تكمل. هو اتاري ان تير هرب منهم بالفعل وده عشان يستغل الثغرة اللي موجودة هنا ومن خلالها يفوز في النزال ده بكل سهولة. بيقول تنين الوادي الاسود، التنين ده عاجلا ام اجلا كان هيهجم علينا ويخرجنا واحد ورا الثاني وبكده النتيجة كانت هتنتهي بالتعادل للفريقين مهما عملنا. وعشان انا ما قداميش حل غير الفوز في القتال ده وفي كل القتالات اللي جايه، فانا قررت اكسب النزال ده مهما كان ولازم عشان اعمل كده اكسب ود التنين الاسطوري. وفي نفس الوقت ده كانت سو واقفه في مكان الاختبار بتاعها والواد ده هو العدو بتاعها. بنرجع تاني بقى عند تاني لكن وقتها شغال ينضرب من التنين ابن الهرمة ده، لكنه بيقول لا انا لازم امتلك عزيمه وقوه اكبر من كده. وعلى الجانب الثاني عند سو بنشوف الواد ياو شغال يتلقى الضربات من ابن الهرمة ده وهو ده نفس الواد اللي كان قال له من شويه انا مش هرحمك في القتالات صدقني. والظاهر كده ان الاثنين دول كانوا اعز اصدقاء في يوم من الايام، لكن اللي حصل في الاخر كان مخيب للاثنين وعشان كده الاثنين دول بيقاتلوا بعض دلوقتي. المهم ياو بيرجع يهجم عليه من تاني وكان خلاص قرب يسيطر عليه، لكن برضه مش سهل وبيقدر بسرعه يتمالك نفسه وبيدي له حته ضربه بالسيف خرجته من قلب النزال نهائي. بيروح بعدها عند سو بيقول لها اجازه حلوه عشان تخرج انت كمان من النزال ده. بيهجم عليها بسيف وبالفعل البنت بتخرج هي كمان، لكن وقتها بتدخل جوه وعيها وساعتها نسختها الشريره بتكلمها بتقول لها لو انت عاوزه القوه وبتسعي نحوها فسلمي نفسك بالكامل وبعدك تشوف نفسك بجسم وهيئه وقوه ملهاش مثيل. ايه يا نهار ابيض يا ترى هل هتسلمي نفسك ليها يا سو؟ وعلى الجانب الاخر بنشوف التنين الاسود العملاق منطلق نحو الفريقين الازرق والاحمر لكنه بيهاجم فريق واحد بس. ايوه التنين بيهاجم الفريق الازرق ويخرجهم كلهم في ثواني. الله بس اشمعنى؟ البنات اللي كانوا مع تيان وقتها كانوا فرحانين على الاخر وعرفوا انهم فازوا بسبب الحظ مش اكتر، لكن في الحقيقه بقى يا صديقي انهم ما فازوش بسبب الحظ ولا حاجه. وده لان تيان كان على ظهره في الوقت ده وبيقول قدرت اكسب وده لكن الموضوع كان ايه؟ ما كانش سهل خالص. إيه يا ابن اللعيبه؟ ايوه كده يا ابهرنا كمان وكمان حسسنا انك انت اللي كاتب الروايه فعليا يا اخي.
بيخرج بعدها من عالم الاوهام بتاع الاختبار وبيخضع للعلاج، وده بسبب الاصابات البالغه اللي اتصابها في اثناء محاولته لاكساب ود التنين الاسود، لكنه سرعان ما بيفوق من جراحه وبيتعافى بالكامل وبيروح بعد عن الاختبار الثالث، لكنه بمجرد ما بيدخل جواه بيحس بريحه غريبه مقرفه ظهرت جنبيه. ايوه هو الولد التخين المعفن ابو الصلعه ده. تيان بقى بيركز معاه كده وهو بيلاحظ انه شغال بيهلوس وشكله كده في حد مسيطر عليه وعلى عقله بالكامل ومعايشه في دايره من الاوهام، فبيعرف وقتها ان في حد هنا من الفرقه المنافسه ليه بيمتلك قوه الاوهام، وبسرعه ما بيلاقي نفسه داخل احدى الاوهام وبيتفاجئ انه شاف كل حاجه هو كان بيتمناها، زي اهتمام البنات الزايد بيه، شركه مانجا وروايات ناجحه وشهره وفلوس مالهاش اخر وكل حاجه متاحه معاه يعني. لكن الواد مش غبي برضه، حس ان في حاجه غلط بتحصل، بيقول اكيد ابن الهرمه بتاع الاوهام ده معيشني في وهم، وبالفعل بيقدر انه يسيطر على نفسه ويخرج من عالم الاوهام اللي كان فيه نهائيا، وساعتها بيرجع لنفس المكان اللي كان فيه من تاني. لكن وقتها بيبص قدامه ويلاقي بتاع الاوهام ذات نفسه واقف قدامه بيقول له انت ازاي بتسترجي وتخرج من عالم الاوهام بتاعي؟ لا بيغير الاوهام اللي كان داخل فيها كل الباقيين وبيخليهم يشوفوا تيان كان هو الشرير الوحيد هنا، كلهم بيهجموا عليه، لكن تيان بسرعه بيتفاداهم واحد ورا الثاني وساعتها بيلاقي اللي نازل عليه، نعم انه تايجر. وهو بقى تايجر وصل يعني اللي فاتكم واللي جاي حلزون. تيان على طول بيفعل قوه تايجر وبيقدر يخلص عليهم كلهم ويخرجهم في ثواني. ما طبعا ما تايجر وصل يعني قوه تيان الاسطوريه رجعت له من تاني، فزي ما احنا قلنا سابقا قوتك في العالم ده بتعتمد بشكل كلي على مستوى مهاره حيوانك الاليف. المهم تيان وقتها بيفكر مع نفسه بيقول ما دام تيان هنا يبقى اكيد سو هنا في الفريق التاني هي كمان، يا ترى هل تم عالجها ورجعت لطبيعتها من تاني ولا ايه بالظبط؟ بس لا للاسف بنتفاجئ وقتها بسو اللي كانت قاعده فوق التل ده بجانب سوها وقوتها الشريره لسه عندها زي ما هي. تيان وقتها بيتعصب بيقول لتايجر انا مش قلت لك اديها التراكه يا ابن الهرمه؟ ما اديتلهاش ليه بس؟ لكن الظاهر كده ان سو هي اللي رفضت تاخده يا جماعه. المهم سو بقى بما انها بتموت في تيان وبتعشقه فبتقرر تنسحب من المباراه وتخليه يفوز فيها، وهو بالفعل بتنسحب من المباراه وبتخرج من عالم الاوهام وبتخضع للعلاج. اما بقى تيان فبيستعد عشان لسه فاضل له مباراتين يخلصهم عشان يبقى واحد من ابطال السنه دي. بيروح عند الاختبار الرابع وشويه العيال دول بيستهزئوا بيه في البدايه، لكنه بسرعته الخارقه وقدراته الجباره بيقدر يخلص عليهم في النهايه. بعدها بيدخل في الاختبار الخامس والاخير وبيقدر يخلص منه بكل سهوله. وعلى الجانب الاخر برضه كان شيو عامل شغل عالي العال في اختباراته وحاطط على الكل، وهو كمان الواد اللي كان هادد هوا قبل كده انه مش هيرحمه كان متصدر هو كمان، واللي بالمناسبه اسمه ليانج. وهو الشخص الرابع بقى فكان هو ليجو ودان اللي من عشيره الشمال، هم دول الاربعه الاوائل اللي فازوا بالفعل. المهم تيان وقتها كان واقف مع سو بيقول له الحمد لله اني فزت في الاختبارات دي على اخر لحظه، كل ده بفضل تايجر، انا لازم بس دلوقتي اروح عند سجن الدم واعمل حاجه هناك بسرعه. بيروح لهناك بالفعل وده عشان يستخرج سيف الدم الاسطوري، ايوه السلاح اللي كان بيحارب بيه شياو في البدايه. ما لفتش انتباهكم الكلام ده الحاجه؟ ايوه في الاحداث الاصليه هو هيهرب من السجن بقى يستخرج سلاح الدم الاسطوري وبقى الاسلحه العشره الملعونه، وتيانا يتصاب بلعنه احدى الاسلحه العشره اللي هو سلاح الدم الاسطوري ويواجه شيئا زي نفس اللي حصل في البدايه، وهو بيعمل كل ده عشان خاطر يدمر المدينه بالكامل، وده بسبب الماضي القاسي اللي هو عاشه. فهو كان طفل صغير عاش حياته عادي من عشيره تشينج، لكنه في يوم من الايام كان بيلعب مع اصدقاء من القريه وفجاه بيوصلوا عند كهف ملعون. في الاول هما ما كانوش عاوزين يدخلوا وخاصه هاو، لكنه مع اصراره والحق اصدقائه عليه الشديد قرر بالفعل انه يدخل معاهم، وهو بمجرد بقى ما بيدخلوا بيهجم عليهم مجموعه من التماسيح الخطيره اللي كانت على وشك انها تخلص عليهم، ووقتها كان هو واقف في المكان مرعوب على الاخر. بيحس وقتها بصوت بيناديه، صوت بيقول له تعالى استخدم قوتي واوعدك هتقدر تخرج من هنا بسلام. وبالفعل هو بيستجيب للصوت اللي جواه ده وهو بيستخدم قوه الغويشه الاسطوريه والاول مره، وساعتها بقى بيقدر يدمر التماسيح ده وينقذ اصدقائه بالكامل، لكنه بسبب ده اتحول سلاح ملعون الا وهو احدى اسلحه الدماء العشره. هو في البدايه كان انسان طبيعي مش ناوي يأذي حد، بس هو اصلا ما كانش عارف انه اكتسب القوه دي كلها، بس بسبب الكلام اللي سمعه وقرأ اهل القريه ليه حتى ابوه بسبب حاجه عملها غصب عنه ومالوش ذنب فيها، فلو بيتعصب على الاخر وبيبيد القريه بالكامل. ومن هنا بقى بدأت قصه هاو. ظهر وقتها ليه احدى حاملين الاسلحه الشيطانيه العشره، وكان ده هو دليله اللي وصله للي هو عليه دلوقتي. فحقا صدق من قال الاشرار لا يولدون بل يصنعون. المهم وقتها هاو بيوصل على المكان ويدخل داخل سجن الدم عشان خاطر يستخرج الاسلحه العشره ويدمر العالم، بس تيم بسرعه بيدخل وراه بيقول له ارجوك وقف عندك، اياك تعمل اي حاجه، لو سيف ده استغرقته انت دلوقتي فانا لا اتصاب باللعنه ويدع كل حاجه عملتها وانها هي مش هتتغير، ارجوك استنى.
وساعتها بقى الواد بيقف بالفعل، وده بسبب انه اغمى عليه فجأة. فتيان وقتها بيستغل الموقف وهو بيقرر يدخل هو وياخد السلاح الاسطوري قبل ما الواد يفوق، لكنه بمجرد ما بيقرب ناحيته بيتفاجئ بالطاقة الهائلة اللي ظهرت فجأة ومنعته يتحرك. يا نهار ابيض، قوة المقاومة في المكان ده تحديدا كانت عالية جدا يا جماعة، وده اللي خلى تيان ما يقدرش يستحملها، فعلى طول بياخدها وبيمشي من المكان فورا. لكن في اثناء ما كان هو واخده وطاير بيه، الواد بيفوق وبيعرف ان تيان اخده من جوه عشان هو ما عرفش يطلع الاسلحة الاسطورية، فبيقول له انا مش عاوز اعديك يا عم، انت ليه مصر تعديني؟ ما ايه رايك نقيم بينا هدنة جديدة وهي اننا نساند بعض لحد ما نحصل على الاسلحة الاسطورية اللي هم المفروض عيلتي، وانت تحصل على قوة البلورات اللي انت عاوزها. تيام بيقول له ماشي، لكنه كان بيحاول يخدعه، بس اللي تيام ما يعرفوش انه اصلا هو اللي كان بيحاول يخدعه اصلا من الاساس. بيقول في نفسه قريب هتندم جدا على اخدك الطريق ده مني يا تيام. المهم بعدها بتبدا المباراة النهائية في جميع الاختبارات، المباراة اللي بيلعبها الاربعة افراد الاوائل فقط لا غير، وهم كانوا شياو تشو وليجودان والواد التخين ابو ريحة معفنة ده. وبالمناسبة ليجودان ده هو نفسه الشخص اللي تيان شافه من شوية، واللي هو تحديدا الواد اللي من عشيرة الشمال الجنوبي، واللي في احتمالية كبيرة انه يطلع جاسوس من منظمة الظلام. المهم الاختبار بيبدا ونزل بيحترم ما بين كل من شاو تشو وليجودان، وهو علشان ما تتوهش مني يا صديقي، فتشو هو نفسه تيان وتيان هو نفسه تشو. اظنك فاهم يعني، ما علينا. المهم القتال بيستمر ما بينهم لحد ما في النهاية بيقدروا يهجموا على ليجودان وبالصدفة بيقلعوه القناع، وساعتها بقى بيبان حقيقته اللي كانت مستخبية. ايوه هو ده هريته من منظمة الظلام. مش بقول لكم الواد ده مشكوك في امره يا جماعة، وفجأة الاوضاع كلها بتقلب مرة واحدة ودينا بتنهار في كل مكان. لا ده مش جوه العالم الوهمي بتاع الاختبارات بس، ده حتى كمان في الخارج. جميع المشاهدين وقتها بيتصدموا لان بيظهر واحد من اخطر قوار الظلام فجأة، القائد مولينج لونج باي. يا نهار ابيض، ده حرفيا المدينة دي خلاص بقت في الباي باي. بيفعل كتب كل دمر المدينة بالكامل، لكن ساعتها بتتصدى ليه يا اسطى. بيتواجه قتال اسطوري جدا وضربات متكررة من كلا الجانبين، والبنت كانت قادرة تسد معاه يا جماعة، لكن الوضع ده مش بيتطول، وفي النهاية التفوق الحقيقي بيبان لصالح قائد الظلام. بس وقتها الشباب كلهم بيحطوا ايديهم في ايدين بعض وبيهجموا كلهم على مولينج باي، بس ما فيش اي حاجة بتحوق معاه. وفي الوقت ده داخل العالم الوهمي كان تيان وشياو لاحظوا ان في حاجة غريبة بتحصل غير طبيعية داخل العالم الوهمي، فتيان وقتها بيقرر يطلع بره العالم الوهمي ده بسرعة، لازم يعملها في اسرع وقت، وده لانه لو الجدار الحامد اتقفل لا قدر الله فحرفيا هم هيتحبسوا هنا طوال حياتهم. ساعتها تيان بيقول لشياو انا هقول لك على سر خطير يا صاحبي، انت هو صديقي الوحيد اللي انا بثق فيه، ارجوك ما تطلعش السر اللي انا هقوله لك ده لاي حد بره، وده لاني للاسف مضطر اعمل كده عشان خاطر نخرج من العالم الوهمي ده. ايوه انا واحد من الممتحنين يا شاو، انا هو تيان، وبما اني واحد من الممتحنين فده هيسهل علينا عمليه الخروج من داخل النظام العقيم ده. وهو بالفعل لو بعد ما شكله بقيته بتتغير ولما بيكشف النظام عن هويته الحقيقيه بيقدروا انهم يخرجوا بالفعل، لكن بطلوع الروح. وهو في الوقت ده بقى كان لسه القتال مستمر مع مو حرفيا قوته لا يصدق عقله ما حدش كان قادر عليه، لكن ساعتها بقى سو لما شافت كل اللي حواليها بيبذلوا اقصى جهدهم عشان خاطر يوقفوه بتتشجع هي كمان وبتفعل كل قوتها الكامله. القوه اللي بتطلع منها كانت كبيره جدا المره دي وبتقدر تحبس قائر الظلام في الجبال بتاعتها. يا نهار ابيض، قوتها كل مره بتتطور بكتير عن الاول. قائر الظلام في الوقت ده كان محبوس جوه الجبل الخاصه بسو بدون اثر، والعالم مفكرين انهم كده خلاص انتصروا، لسه بيمدحوا في سو على شجاعتها وهو بنتفاجئ بمو طالع من قلب الجبل ومش مخدوش حتى. يا نهار ابيض، لا يا نهار ابيض بجد، الراجل ده قوته جنونيه فعلا، يا ترى هتعملوا ايه معاه بس. لكن في الوقت ده بيوصل تيان وشو على المكان، وده بعد ما خرجوا من جوه العالم الوهمي. تيان وقتها بيستعد لمواجهه ذلك الرجل المغبول واللي شكله كده هو كمان مش هيقدر عليه. هو وقتها بيستغل تشتت الجميع وبيسحب سلفوق باستخدام قوته، بيقول له انا اول مره اشوف حد بيمتلك الدماء الاسطوريه النادره دي، الدماء بتاعتك حرفيا من اقوى الدماء اللي شفتها في حياتي على الاطلاق، شكله كده هو سر قوتها يا جماعه. لكن ساعتها تيان بيستخدم قوته عاليه وبيقدر يوقفه، ووقتها بقى الكل بينصرم والقائد ستار بتقول انا ما كنتش اعرف فعلا انك بالقوه دي، استعد عشان نعمل انا وانت احلى دويتو مع بعض. بيهجموا عليهم الاثنين كل واحد بيستخدم قدرته، في الاخر بيدمجوها مع بعض وبيطلعوا بميكس جبار، هجوم كسح بيمحي وبيد اي حاجه، لكن من غير ما بيقدر يتملك نفسه ويرجع تاني بسهوله. بعد بيستخدم قوته عليهم وبيقدر يستسلم كلهم باستخدام السلاسل الذهبيه بتاعته، ومش كده وبس لا ده كمان بيوقعهم على الارض وشبه فقدوا الوعي هما الاثنين. يا نهار ابيض، نلحقوا منين ولا منين الراجل ده يا جماعه، ده حرفيا مفيش اي حاجه راضيه تحوق معاه. وفي تلك اللحظه بيحدث امر اغرب من الخيال، بنتفاجئ مره واحده بدور سيف سجن الدم الاسطوري قدام تيان وبيختار هو عشان يكون السيد الجريء. يا نهار ابيض، اللي كان تيان خايف منه حصل دلوقتي، اللي هو لمسه بس في حرفيا يتحول لوحش كامل وآلة قتل بشريه. هو كمان ابن الهرمامو لما شاف
واقف كده بيقول له هو انت هو الشخص اللي سيف اختاره. طيب بص عشان نبقى على نور وسكه ودغري يالا، فانا وانت عارفين انك اكيد مش عاوز تلمس السيف الاسطوري وتحصل على قوته. تيان بيقول في عقل باله ده شيء اكيد، وده لان اصلا لو لمسته حاول تحصل على قوته ففي احتماليه ان الشخصيه الشريره اللي انا بحاول اخفيها تظهر هنا. انا لازم اتعامل مع الموقف اللي انا فيه ده بسلاسه وحذر شديد. لكن مو بقى بيقول له وانت مفكر ان اسيبك تختار بمزاجك يا حبيبي؟ ده انت هتختار غصب عنك، ولو ما عملتش كده فانا هقتلك كل اللي حواليك. هو فعلا الراجل ده ما كانش بيقول اي كلام وخلاص كده يا جماعه، ده فعلا كان مسيطر عليهم كلهم وخلاص على وشك يقتلهم. ساعتها تيان ما قداموش حل تاني، بيقرر يروح عند السيف ويستخدم قوته، لكنه للاسف لو عمل كده فيتحول لآلة قتل بشريه. حرفيا هيبقى عباره عن سلاح متوحش مش بشري، لا هو ده كان قصده بالاسلحه الشيطانيه العشره. الكل وقتها بيحاول يوقف تيان لكن لا حياه للمتنادي. بيقولوا له ارجوك اياك يا تيان، هتضيع نفسك ومستقبلك وعشان مين؟ عشاننا؟ لا مالكش دعوه بينا، انسانه يا تيان. لكنه للاسف ما بيسمعش حد فيهم وبيروح ناحيه السيف وبيلمسوه، وللاسف بيحصل اللي كنا خايفين منه. ايوه مراسم الاندماج بدات تظهر على تيان. دلوقتي تيان بقى واحد من اعضاء الظلام بشكل رسمي، قوته شغاله ترتفع مره واحده والهاله بقت حواليه من كل مكان. ملاحظه كان واقف ومنتشي على الاخر، وهو في الوقت ده كان واقف في المكان الغريب ده وفجاه حس باللي بيحصل حواليه، فبيقرر يروح بسرعه لمصدر انبعاث المعنى. نرجع لتيان لكن وقتها اندمج مع السيف بشكل كامل، شكله وهيئته كمان اتغيروا ولبى اشبه بشيطان يا جماعه. هي دي اثر الاندماج مع سيف الدم. بيروح وقتها عند سو بيرفع السيف عليها، بيقول لها جازي عشان انت هتكوني اولى الضحايا. مواقف منتشر على الاخر، بيقول ايوه يا حاجه تيان دي كمان وكمان، هو ده سلاح سجن الدم الاسطوري اللي انا عارفه طوال حياتي، هي دي قوته الاسطوريه. هو كمان بيحضر في المكان وكان مبسوط على الاخر. هو بنعرف وقتها ان الراجل ده يعتبر هو سيد هوا اساسا اللي راح له وهو صغير واخد بالطريق الظلام، ومن ساعتها وهو بيحترمه جدا وبينفذ له كل طلباته. لكن هو ولا حين غير اللي يتم غير وجوده مطلق ناحيه مو فجاه، وبحركه مباغته سريعه بيقدر يفعل كل قوته وبيضرب بسيفه ويخلص عليه نهائيا. لكن مع الاسف الشديد بيطلع ان دي كانت نسخه منه والحقيقي مش موجود في المكان اصلا. بس هو ازاي يعني قدر يسيطر على مهاره سجن الدم الاسطوريه دي؟ وهو قادر انه كان عامل حسابه مخترع ثغره قدرت تخليه يسيطر عليها. بس لا مش دي هي الاحداث اللي كان كاتبها تيان المره دي. الاحداث بدات تخرج عن المألوف، في نظام خارجي بيلعب في احداث القصه الاصليه. تيان بالفعل بدا يحس بكده. ايه يا نهار ابيض، يا ترى هو مين ده بالظبط؟ هل يا ترى ممكن يكون هو الشخص اللي رن عليه في البدايه؟ وازاي اصلا تيان دخل عالم الروايه من البدايه؟ اللي حصل وقتها يا ترى؟ شكله كده في حاجه كتير خطيره مجهوله. المهم هو وقتها بيتعصب على الاخر، بيشتعل من كتر الغضب بسبب حركتين اللي عملها في السيف بتاعه. بياخد قناع سيده وبيسيب المكان ويمشي، لكنه قبل ما بيمشي بيقول لتيان حسابك معايا بعدين يالا. وشكلهم كده فركشوا الصراقه اللي كانت ما بينهم. هي اي نعم كانت صراقه بنت كلب مبنيه على المصلحه بس كانت على الاقل بتسلينا، ما علينا. المهم وقتها تيان بيروح بسرعه ناحيه سو ده بعد ما يغمى عليها بعد القتال الاخير. بيقول للجماعه انهم يستعدوا عشان يعالجوها. بيقولوا وقتها في نفسه الاحداث بتتغير بالفعل. انا ما كنتش متوقع ابدا انه يحصل حاجه شكل كده، هي دي الحاجه الوحيده اللي انا ما كنتش عامل حسابها. بس انا دلوقتي هعمل ايه وهتصرف ازاي؟ بس انا حرفيا كل حاجه دلوقتي بقت بتعتمد على مهاراتي فقط لا غير. ده انا بقى كني في العالم اللي انا اتولدت فيه حقيقي. بتيجي عليه ساعتها ستار وبتشكره على اللي عمله، بتقول له بالنسبه لشكلك وصورتك قدام المجلس فما تقلقش من حاجه، انا اقف وشهم وافهمهم كل حاجه حصلت. لكن فجاه بنتفاجئ بشخص مجهول بيظهر مع الاف الجنود وبيضربوا تيان باسهم كتيره جدا. بيقولوا اي حد خنا فهو يستحق الموت. يا نهار ابيض في ايه تاني؟ ايوه يا جماعه الواد ده ابن الهرمه بتاع المياه اللي دايما عنده عداوه مع تيان، واللي بنعرف وقتها انه واحد من امراء عشيره جينج، واللي تقريبا كده بتمتلك سلطه قوه لا تختلف عن قوه المجلس الاعلى وكلهم يتنازعون على الحكم. بيقول لهم الواد ده خاين ولازم يتعرض للعقوبه، ابعدوا من طريق بقى عشان خاطر عاقبه. لكن وقت الكل بيدافع عنه بيقولوا له هو انت كنت فين يا سياده القائد لما كان حصل علينا هجوم؟ انت سبت كل الاوقات العصيبه دي وجاي تظهر دلوقتي؟ انت بجد راجل من احقر ما يكون. ده حتى كمان ستار كانت واقفه بجانب تيان وبتقول للقائد انا مش هسمح لك تخلص عليه بالسهوله دي، وبعدين هو ما عملكش حاجه يعني. لكن تيان وقتها بيقول لهم خلاص يا جدعان مفيش داعي لده كله، انا فعلا غلطت ولازم اتجازى على غلطي. انا قررت امشي من المدينه دي نهائيا واروح اعيش في جزيره نائيه معزوله عن العالم. هو ده للاسف قانون العالم القاسي ده. الكل وقتها بينصرع، بيقولوا له لا ارجوك انت ما عملتش حاجه، ارجوك اياك تمشي، اياك يا تيان. شياو كان مصدوم وكمان معاه سو، كلهم كانوا مصدومين. وهو ده اللي كان عايزه تيان اصلا، كان قاصد يعمل جو درامي ويثير الجدل، وده عشان يروح
يروح يتدرب على قدره الدماء اللي هو اكتسبها لوحده بهدوء، وبعدها يبقى يرجع لهم تاني. بيقول بما ان دلوقتي بقى بيمثل البطل اللي بالنسبه لهم، فاكيد في حد من كبار المجلس هيتكلم عليا، وهو لما انا بقى برفع بمهاراتي وقدراتي واتقن مهارات السجن الدماء اللي اكتسبتها، فساعتها هرجع للمدينه تاني بقوه ومش بعيد ابقى قائد المجلس. هي يا ابن اللعيبه. لكن وقتها سو بتتعصب على الاخر، بتقول لهم انتوا اللي بتعملوا كل ده وعشان ايه؟ هتستفادوا ايه لما تدمروا الشخص اللي انقذ حياتكم؟ كنتوا في من شويه لما كنا كلنا هنموت، ها؟ ولا انتوا كنتوا تظهروا دلوقتي وتتشطروا على الضعيف وخلاص؟ بتفعل ساعتها كل كوتا وبتغرب المكان على ميتين ابوهم. كوتا كانت جنونيه بنت كلب فتاكه بتدمر اي حاجه، بتفضل تغرب فيهم من كل مكان لحد ما العيال في الاخر بيهربوا زي الفراخ. لا الرايق، البنت دي كل مدى قوتها بتزيد عن الاول. شكله كده كل ده بسبب دماء شوان يوان اللي هي بتمتلكها. ايوه احنا شغالين من بدري نقول دماء نادره دماء نادره دماء نادره. هي دي بقى دماء نادره يا عزيزي، دماء شوان يوان. هي دي اخطر واندر كود دماء في العالم ده، واللي منها دماءها وابن الهرمه هو اللي حافظ المنع عن نسو ساعه ما راح عليها كده. وده بيفسر التصرفات الغريبه اللي بقت تحصل لها كل شويه. المهم وقتها بينما الجميع مشغولون يتحدثون، بنشوف عمك شاو لكن دخل في اعماق وعيه الداخلي. ايوه تنين القوه بيكلموا، القوه الاخطر في هذا العالم واللي كانت متشكله على ايه التنين ده. بيكلموا بيقولوا انت هو اول شخص اشوفه عنده قوه الدماء الاسطوريه دي في حياتي، انت هو المختار. يلا انا هديك كل القوه اللي بمتلكها وامدك بكامل قوتي، وده لاني شايف فيك الجسد المثالي اللي انا هعيش جواها. انت هو اقوى دماء شفتها بعد السيد الاخير بتاعي، وعشان كده انا هديك القوه الكامله دي كلها. بس عشان تقدر تستخدمها فانت لازم يحصل لك استفقاء وتطور من قوتك الاول. شيء طبعا كان واقف عامل زي المبرطمين ومش عارف هو ايه ده بالظبط، لكنه يفهم كل حاجه مع تقدم الاحداث. المهم وفي ذلك الوقت كان ابن الهرمه اللي كان بيهجم على تيانو وسو راح لكبار عشيره تشينج، واللي هم بيكونوا اعلى ناس في المدينه كلها وحرفيا بيمثلوا كل القانون، واللي بنعرف انهم بيكونوا عم وخاله. ولا برضه بقول الواد ده جايب التنكه والبرد كلها منين. المهم هم وقتها بيروحوا عند تيانو وسو بيامروهم يسلموا نفسهم بسرعه، بيامروهم يسلموا نفسهم والا هيمحوهم. تيان بيحاول يستخدم معاهم الاسلوب الحسن الذوقي ويكلمهم بكل احسان، لكنهم بيردوا له الاحترام بيساوي من اكبر مكان. غلطان اللي فكر يرد الاحترام بالنكران. تيان وقتها بيقرر يخرج وحشه النايم ويكسر كل الكلاب اللي لهبين حقوق الشباب. بيقول لهم انتوا اللي اضطريتوني الجا للحل ده، وعشان كده بعرفكم دلوقتي اللي جاي هيكون جحيم عليكم اجمعين. بيركن سو على الارض بيقول لها ارتاح انت يا صعب ما انا اتعامل معاهم، وساعتها بقى بيكشف عن شخصيته الحقيقيه. نعم بيكشف عن شخصيه مراد الظلام اللي جواه، واللي هي الشخصيه الشريره، شخصيه ملك الدماء. يا نهار ابيض ده الواد شكله بقى مخيف جدا. الكل ساعتها اتصرم، بيقولوا مش ممكن يكون تيان هو نفسه الشرير الجديد لمراود الظلام. محدش بقى فاهم حاجه. تيان سعر مترك بسرعه تجاه قوته وكسر في عدمهم واحد ورا الثاني، كلهم كانوا مرعبين وقلقانين من الموت اللي كان بيقرب منهم يا عمياني. ما كل ده من افعالكم يا شويه اراني. جيتوا على الجرح وصحه الوحش النايم اللي خلاص كده تقريبا مش هينام تاني. بيفضل يجمع بكل ما اتم من قوه، حرفيا العيال ما كانوش عارفين يعملوا معاه اي حاجه. شغال يدمر سفينه ورا الثانيه والواد مش راحب. هي دي قدره عيون الدم الاسطوريه. وعشان نقدر نحدد قوه تيان دلوقتي بشكل رسمي، فهو بيمتلك 4 قوات رئيسيه بدل فيهم زي ما هو عاوز. اولهم قوه حيوان وتايجر اللي بيقدر فيه يكون اصلع او بشعاره وهكذا، لكن بفكوا قدره اكتسبها لما اتصل بالدور السحريه في قريه باوا بانجا لو تفتكروا. ومن ساعتها هو معاه قدره لا تقل عن قوه مرودو الظلام ده، كان كمان قوه تايجر. فحرفيا لما بيدمج ده مع ده يظهر قوته، فبتظهر قوه ملهاش مثيل. وهو اخيرا بقى القدره الرابعه وهي قدره سيف الدم الاسطوري اللي لسه حصل عليها من شويه، لكنه لسه ما اتقنهاش بشكل كامل وعشان كده مش بيستخدمها في الوقت الحالي. المهم وقتها لولو كانت معاه مستغربه جدا، بتقول له انا مش متخيله والله، انا مش متخيله ان انت هو نفسه السيد تاني الوسيم اللي انا اعرفه، انا اتخرعت فيك يالا. لكن وقتها بيضربها بايده وبيفقدها الوعي، وده عشان يخليها معاه وما تمشيش، وده لانه محتاج ليها قريب. فالبنت دول دي قدراتها فريده من نوعها حرفيا، وهي انها بتقدر تخزن اي حاجه جواها وتخفي اثرها بالكامل حتى البني ادمين كمان. يعني كانها بالظبط شنطه سحريه بتقدر تخزن كل حاجه وتخفي اثرها، وعشان كده تيان افقدها الوعي دلوقتي، وده عشان يحط سوسه جواه ويخفي اثرهم بالكامل ومحدش منهم يتاذى. وهو بعدها بيخفي دول هو كمان، وبكده ما فضلش غيره قدام الجنود كلهم. لكن وقتها بيقول الاعداد كبيره جدا، انا لو دخلت معاهم في قتال فانا كده اخسر لا محاله، خصوصا كمان ان هم معاهم الاثنين الكبار من عشيره تشينج اللي قوتهم بتكون جباره جدا. فالحل الاسلم والاسهل اللي انا المفروض اعمله حاليا ان استخدم مهاره ضباب الدم وشتتهم
وبعدها اخد الامير ابن الهرمه كرهينه واهرب بيه. وهو بالفعل بيعمل كده وبيروح عند الامير وبيكسر عظمه، بعدها بياخده كرهينه وبيروح بعد عنده وكر عشيره تشينج عشان يخزن الكنوز في قلب لولو ويمشي على طول من الجزيره. بيدخل جوه وبيبدا ياخد في الكنوز يحطها جوه لولو، والكنوز كانت شغاله تنزل زي الرز على سوها وهي جوه. بيقول بعدها على ما اظن ان استخدام سيف الدم في الوقت الراهن مش هيكون لي اي ضرر. بيجرب يستخدمه لكن السيف قوه مقاومته عاليه جدا والواد مش قادر. تايجر لسه ما وصلش للمستوى اللي يخليه يستخدم السيف، فالسيف ده قدراته جباره جدا، فبيقرر وقتها انه ياخد بعضه ويمشي من الجزيره فورا. لكن وقتها بيلاقي عشيره تشينجا واقفه قدامه. القطه بيقولوا له سلمنا ليانج ووعدك هنسيبك تهرب، بس ارجوك اياك تسيبه بمكروه بسيط ولا دي هتكون نهايتك. يلا وفعلا تيان بيطير في السماء، بعدها بيرمي عليهم عشان ينشغلوا فيه ويهرب بعدها هو من الجزيره. وفي الوقت اللي عند المجلس والاختبار النهائي، فاحدى القاره السبعه كان واقف وقتها بيقول لهم على كل الخسائر اللي حصلت بسبب المعارك اللي فاتت. بيقول لهم انا معاكم منين طلع من موضوع الظلام، لكن ده ما يمنعش انه لولا ما كانش زمانكم عايشين كلكم دلوقتي. الواد ده امره غريب ومحدش بقى فاهم له حاجه، جزء معارض وجزء محايد ومحدش بقى فاهم اي حاجه. لكن الحاجه الاكيده الوحيده هنا دلوقتي ان شاو مصريين كالصاحب واقف في صفه مهما كلف الثمن، مش هيسيبه ابدا. وفي الوقت اللي بنشوف تيان اللي كان هربان في الجزيره دي بتيجي عليه سوء وقتها بتدي العشب اللي جمعتها من الغابه والواد بياكلها والوضع اخر حلاوه. الدنيا كانت هاديه جدا وشغالين يضحكوا وينبسطوا وما فيش اي حاجه. ولكن هوبا سوء بتجري عليهم بسرعه بتقول لهم الحق حصل علينا جوه. يا نهار ابيض، عشيره تشينجا كلها حاضره في المكان يا جماعه، عرفوا المكان اللي تم استخبي فيه بالفعل. سوء بتقول له ارجوك اسمح لي اقاتل معاك المره دي، العدد كبيره جدا المره دي وانت بطولك مش هتقدر عليهم. لكنه بيغفلها بيدخلها جوه لولو عشان يحافظ على حياتها. بيوقف وقتها لوحده وبيستعد لمواجهه ذلك الجيش الجرار. بيقول لهم استعدوا عشان اوريكم قوه تيان اللي بجد. يا نهار ابيض، ايوه كده يا زلزل عليهم المكان. بيفعل قدرة التاجر مع قدرة الدم وبيتحول للشكل الفتاة، الشكل اللي باهي اللي بقى دمار على كل عيل متساق. لكنه مع الاسف زي ما احنا عارفين فالقدرة تغلب الشجاعة. العيال كانت عددها كبيرة جدا وبتحاصر من كل مكان وبتحبسه داخل حاجز منيع. يا نهار ابيض، تيان دلوقتي بقى في نص الكماشة حرفيا. يا ترى هتتصرف ازاي يا تيان؟ وفي الوقت ده كانت كل من ستار واختها يوي راحوا عند ابوهم وشرحوا له كل اللي حصل. والحاكم بابونج كده شكله زاد اعجابه بتيان اكتر واكتر. بيقول لهم انا هحاول اساعده بكل ما اتاني من قوة. في نفس الوقت ده كان تيان محاصر ومش عارف يحل الازمه اللي هو فيها دي ازاي. لكن وقتها بيسمع صوت بيتكلمه بيقول له تعالى ناحيه السفينه اللي قدامك هناك تقدر تهرب. الواد بيروح لهناك بالفعل وساعتها بيقابل يوتا ولايت، هو اللي بيقول له احنا معاك لحد اخر لحظه وده لاننا قتلنا بجانبك قبل كده. وبيطلع لهم تسللوا للسفينه الاصليه وقتلوا الحارس اللي كان واقف عليها وسيطروا عليها بالفعل. وساعتها بقى العيال بتتحرك بالسفينه وبيقدروا انهم يطلعوا بالفعل من قلب الحاجز. تيان بقى بيشكرهم على طول وبعدها بيسيبهم ويمشي، وده لانه معرض الخطر في اي لحظه وما فيش معاه وقت. وعلى الجانب الاخر كان العيال تبع عشيره تشينج مصدومين حرفيا، بيقولوا ازاي ابن الهرمه ده هرب رغم اننا حاصرناه من كل مكان. طيب نعمل ايه معاه بس؟ لكن وعد مني انا قائد عشيره تشينج ما بقاش قائدها، ده الواد ده ما انتهاش على ايدي. وقف في نفس ذلك الوقت. وعلى الجانب الاخر كان الرايه تيان قاعد على متن احرى سفن الطياره هوا والسوق والدنيا ما بينهم حلاوه، شغال يحكي لها عن انجازاته وقد ايه هو كان جامد تنين في القتال الاخير. والبنت كانت مصدقه زي الهبله حرفيا، هي يخرب بيت ابوكم العالم كله بيولع بره وانتوا شغالين تتغزلوا سوا. المهم وقتها بيدخل عليه احدى الاشخاص والظاهر كده انه من اعضاء المجلس، شكله كده المجلس بيساعده من تحت لتحت، فهو ما نسيش الحركه الشهمه اللي هو عملها وانقاذه للمدينه من الخطر المحقق. والظاهر كده برضه والله اعلم يعني ان المجلس بيكره عشيره تشينج وما صدق يلاقي فرصه يوقعها فيها عشان ما حدش ينافسه على الحكم. بس الضفدع الخاصه بالمجلس وقتها بتقول له احنا هنساعدك لكن مش هنقدر نساعدك بشكل علني، يعني باختصار هنساعدك من تحت لتحت يا ابن الورمه يا اللي جايب لنا بلاوي. بتوصل السفينه بعد الاحدى الارض المعزوله واللي هيقيم فيها تيان، هيقيم فيها الفتره لحد ما الدنيا تهدى. لكن تيان كان مقرر انه هيستغل الوقت ده ويطور من قدراته الجديده بشكل كامل. وفي اللحظه اللي بتظهر له دكتوره اليسيا والواد بيخضع للعلاء اهم مسؤول في الوقت ده، فكانت بتتمشى في المبنى لحد ما بتسمع خبر غير مجرى احداث حياتها. بتدخل جوه الغرفه دي وبتشوف في شاشه العرض جنود عشيره تشينج راحوا عن الجزيره بتاعتها وهددوا اهل قريتها بالموت المحتوم، هددهم بالموت المحتوم لو ما ظهرتش الشيطان المتواطئ مع مرعود الظلام الجريء تيان. معاهم 7 ايام تظهر فيهم، ولو هي ما ظهرتش في الوقت ده فهم يقتلوهم كلهم ويعدموهم واحد ورا الثاني. سو دلوقتي في موقف صعب حرفيا، بتحتار بتقول اعمل ايه بس بتكون مش عارفه تعمل اي حاجه. لكن وقتها بتظهر لها شخصيتها الشريره اللي بتقول لها لو عاوزه تبديهم كلهم يبقى لازم تستغل قوتك الكامله. اهلا بيك يا نفس الطيبه والحنان الهبله اللي تقريبا كده دي اول مره نلتقي فيها، انا هي نفسك الثانيه القويه الشريره. يا نهار ابيض، هي دي اللي كانت بتظهر دايما يا جماعه، نفس سو الثانيه بتكلمها بتقول لها انا هي انت وانت هي انا، لكن بقى بما ان جسمك
ضعيف ومش بيستحمل الضغط والقوه دي بسهوله، فاحنا بنضطر نبدل كل شويه. باختصار لما انا ابقى واخداكي فانا اللي بكون معايا الكنترول وبتحكم في الجسم بشكل كامل، ولا عكسه صحيح. ودلوقتي انا عاوز اعقد معاك صفقه، ايه رايك نروح لهناك وندمرهم كلهم ونندمج انا وانت مع بعض والاول مره؟ وبعد مرور بعض من الايام تيام بيفهمني علاجه اخيرا. اول حد بيسال عليه هي سو، بيقول لهم هي فين؟ في العاده كانت دايما بتقف جنبي وتعتني بيا، هي فين؟ كانت بقى هي فين اللي عليها الكلام يا صديقي؟ كانت واقفه في الجزيره اللي اتربت فيها بتهاجم الجنود اللي بسببهم كانوا يعدموا كل اهلها وناسها وكل واحده عاملها حلو في طفولتها، الناس اللي عمرها ما تنساهم. المهم هي بتفضل تهاجمهم لكن على الوقت بتفعل حاجز معنوي وبتحبسها جواها. بعدها بينفذوا الخطه المحكمه عليها وهي انهم يمنعوها تضرب الحاجز عشان تخرج منه، بمعنى ان هي مجرد ما بتضرب الحاجز اهلها وناسها اللي هي جايه عشانهم كلهم بيتاثروا. هو ده ليه؟ عشان ولاد الهرمه كانوا حاطين عليهم ماده ربط اجسامهم بالحاجز اللي كانت هي فيه. يعني من الاخر سو بقت في نص الكماشه وشكلها كده بتودع. في نفس الوقت ربان كانت تيام منطلق ناحيتها، لكن ساعتها بتيجي عليه الممرضه اليسيا بتقول له ارجوك ما تاخدش قرار متهور بسببه، ممكن يدمرنا ويدمر العالم. لو انت رحت هناك وحاربتهم دلوقتي فانت كده بتثبت للكل ان المجلس معاك، ولو عشيره تشينج عرفت بحاجه شكل كده فمش هترحمنا ولا ترحمك، والحرب هتشتعل من كل مكان. وساعة المجلس هو كمان هيتدخل في النص والحرب هتشتعل والدنيا هتبوظ خالص. ارجوك القرار كله بايدك، ما تضيعش كل اللي انت عملته ده هباء نتيا. لكن تيام بيقول لها شوف الموضوع ده راحت فين؟ بيقول لها مش مهم هي تضحي بحياتها لكن تنقذ الكل. بيقول لها من قالك يا بنت ان فارق معايا حال البلد والمدينه والكلام العبيط ده؟ هو انا عشان ساعدتكم مره هتعيشوا الجو وتفكروني كده على طول؟ انا مش هتراجع في قراري واروح علشان الحق البنت اللي في المستقبل القريب هتكون ام عيالي ومراتي. بينطلق باقصى سرعه للسفينه وبالفعل بيتجه لهناك. وفي نفس الوقت عند قائد المجلس كان بيتكلم على الواد ده وبيبلغه ان تيل اسعد منه على الاخر وناوي يهجم على عشيره تشينج. فبيقول له هو الواد ده مستعجل على موته قوي كده، بقى رايح يهاجمني جيش لوحده الفاجر. وفي الجانب الثاني كانت سوجا متاخره وخلاص شكلها بتودع، بتبدا تفقد الوعي واثار التعب والارهاق بانت عليها، شكلها كده خلاص النهايه حبت عينيها. لكن هل تفتكر ان ده يحصل مع وجود الولد الفنان؟ لا 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 لا, لا يا جدعان، في سنه بيحضر في المكان وبيقلبها جمدان، بيستعد عشان ينهي ولاد الهرمه دول كمان، وشكلنا كده داخلين على عركه جنان. بينزل الاسفل وبفعل كل قدرته كل ما اتى من قوه، وهي دي المعركه النهائيه. الواد ناوي بيد عشيره تشينج بقى المره دي، وهو ده عشان ما يفضلش قدامه غير المجلس ومنظمه الظلام، ولو هو قدر يسيطر عليهم فهيبقى بيحكم العالم ده وهيقدر يرجع للعالم بتاعه من تاني. بس انت لسه في البدايه يا صاحبي، انت لا تعلم شيئا عن وردود الظلام ولا عن قوه قاره المجلس الحقيقيه. بس هو دلوقتي طفح بيه الكل خلاص من عشيره تشينج. بيظهر ساعتها العملاق ريكو بيستعد لمواجهته وجها لوجه، بيظهر قدامه والقتال بيحتدم ما بينهم. سو بتقول هو ده اخر امل، لو هو مات فانا اقتل نفسي وراه، لكن لو هو انتصر وعاش فانا هبادره باحلى ابتسامه هو عمره ما شافها في حياته. القتال في الوقت ده كان بلغ اوج قوته، ريكو ما كانش سهل ابدا على تيان ده، حتى هو على الرغم من انه مستخدم كل قوته الا انه ما كانش قادر يسد معاه نهائي. هو كمان اخو تاني سونج بيتدخل في القتال وبيستخدم قوه الحبال الصامته عليه. يا نهار ابيض، دول زنقوا تيان في النص هما الاثنين، لكن تيان بيقرر يستخدم كل قوته ويتجاوز كل حدوده، وده عشان ما فيش معاه اي فرصه ثانيه. بيقطع نفسه بيرجع الدم لكنه مش بيستسلم، بينطلق على الهرمه سونج وبيفضل يكسر في عظمه من كل مكان، بينهال عليه بالضربات من كل مكان. ريكو بيحاول يوقفه لكنه مش قادر، بيفضل يضرب في تاني ويضرب لكنه اذا اعتاد الفتى خوض المنايا فاهون ما يمر به الوحول. ريكو بيحاول يمسكه لكن سرعه متيان بيفلت منه، بيروح عند سونج بيفضل يضرب فيه وكمان بيكسر حبايه روحه السحريه. سونج بالفعل خلاص قضي عليه. ريكو وقتها تعصب على الاخر، بيمسك تيان بكل ما اتى من قوه بيبدل بعيد وبعدها بيروح عند سونج، بيفضل حزين عليه ولكن خلاص سونج شكله مات بالفعل. وفي ذلك الوقت كان الجميع شغال بتابع المعركه والكل خلاص عارف اللعب على ايه. بيقولوا المعركه دي معركه استنزاف والفايز فيها هو اكتر واحد هيقسو على نفسه. في نفس الوقت ده كان مجموعه من اقوى جنود عشيره تشينج شغالين بتابع المعركه وبينصرموا منازيب سونج الساحقه. الاب بيقول لهم انتوا مستنيين ايه؟ اطلقوا النار بسرعه، اطلقوا النار على الشيطانه وشتتوها عشان نقدر نهزمه. بيعملوا كده بالفعل ولما بتطلق التجاوز وخلاص هتقتلها، لكن في ثانيه بيحضر في المكان الولد الفنان وبيقدر يوقفها بكل ما اتاه من قوه، لكنه بسبب الهجوم ده بيتصاب بأضرار بليغه والسوق بتتاثر. بتقول له كمل وياك تبص وراك، انا وانت واحد يا صاحبي، لو مت وغرقت في طريق الظلام فانا كمان اغرق وراك في طريق الظلام، انا مش هسيبك ابدا يا تيام. مشهد مؤثر بكل ما تحمله الكلمه بمعنى. هو في الوقت ده جنود عشيره تشينج بيستعدوا لاطلاق النار، القائد ريكو بيامرهم باطلاق كل ما لديهم من قذائف. يا نهار ابيض، يا ترى هتتصرف ازاي تاني وانت منهار كده؟ لكن وقتها بيقرر يستخدم ورقته الرابحه
الاخيره. ايوه تيان وقتها بيطلع سيف الدم الاسطوري. يا نهار ابيض، السيف المره دي خضع لي بالفعل خضوع كامل. هي دي روح العزيمه والاصرار الحقيقيه. اللي جم ساعتها بنطلق عليه لكن انت بيستخدم سيف الدم وقتها بتخرج الاميره يوشي. ايوه هي دي روح السيف. بتهاجم السفن كلهم سفينه ورا الثانيه وبتخلص عليهم كلهم في ثواني بلا رحمه. يا نهار ابيض كلهم مصدومين. القائد ساعتها بينفجر من كتر الغضب، بيدخل جوه الغرفه بجهز نفسه لاطلاق الهجوم النووي القاتل الفتاه، ولكن وقتها بيحضر الراكب يشياو في المكان. ايوه ما تستغربوش يا جماعه، هو ده نفسه شاو صديق تشو اللي احنا نعرفه، لكن وما بين هو اللي فاز في الاختبارات، فبقى هو دلوقتي بيمثل رقابه المجلس. بيقول لهم بصفه يشياو راكب المجلس بامركم بايقاف الهجوم حالا. وهو كمان القائد ستار واعضاء المجلس كلهم حضروا في المكان وامروا بايقاف الحرب. اولاد الحاكم بقى بنج يصروا على المكان، وساعتها عشيرة تشينج بتجيب ورا بيوقفوا القتال. كلهم وقتها بيندهوا على تيان لكنه ما بيردش عليهم، كلهم اتصرموا. تيان شكله كده دخل له طريق الظلام، ولكن وقتها بتيجي جنبه وبتاخده وتمشي. الواد ده وقتها بيقول ستار تيان هرب نتصرف معاه ازاي، لكنها بتقول له سيبوه يهرب. شكلها كده عجبت هي كمان بتيان. والشاو في الوقت ده هو كمان بيقول هو ما ردش عليا ليه؟ هل ده بسبب اللي انا عملته؟ انا من هنا ورايح هقف جنبك وهدعمك بكل قوتي يا تيان. فيا ترى اللي هيحصل مستقبلا؟ يا ترى هل يا ترى تيان هيسلك طريق الظلام ولا هيرجع لشكله الطبيعي من تاني؟ ويا ترى ويا ترى هو سر قوة شياو الجديدة وهل هيقدر يسيطر عليها؟ ويا ترى هو سر بالظبط اعداء منظمة الظلام ومنهم بالظبط الاسلحة العاشرة الملعونة؟ كل ده واكتر هنعرفه في الموسم الثاني باذن الله، واللي لسه ما نزلش لحد دلوقتي يا عزيزي، لكنه طبعا اول ما ينزل فاحنا هنعمل له ملخص على طول. ولو وصلت لحد هنا فما تنساش اللايك والاشتراك يا صاحبي، ويلا يا عم سلام.